السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الأول الثانوي. أهلا بكم النهاردة في أول حصة فيزيكس في السنة الجديدة. طبعا لغاية السنة اللي فاتت كنا كلنا درسنا مع بعض الساينس كساينس في العموم، ما كانش عندنا حاجة اسمها فيزيكس، ما كانش عندنا الكيمستري لوحده، ما كانش عندنا البيولوجي لوحده. السنة دي هنبتدي إن شاء الله إن احنا نقسم المناهج بتاعتنا، هناخد الفيزيكس كمادة لوحدها، البيولوجي كمادة لوحدها، الكيمستري كمادة لوحدها. طيب ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ طبعا احنا خدناهم كلهم مع بعض ان هم اسمهم ساينس السنه اللي فاتت، بس تعالى نعرف ايه الفرق ما بينهم. قال لك البيولوجي في العموم هي اللي بتعتمد او هي اللي بتشرح لي تركيب الكائنات الحيه، يعني تيجي عند الانسان او الحيوان او النبات كانت البيولوجي بتهتم او علم بيهتم بدراسه الكائن الحي والوظيفه، يعني يقعد يقول لك مثلا وظيفه السيركيوليتري سيستم، وظيفه النيرفس سيستم، يهتم باجزاء جوه جسم الكائن الحي ويقول لك كل جزء من الاجزاء دي بيعمل فانكشن معينه او وظيفه معينه. يجي الراجل بتاع الكيمستري تقول له انا معايا كوبايه ميه، يقول لك لا استنى، انا مش هبص لكوبايه الميه على ان هي كوبايه ميه، انا هبص لها على ان هي بتتكون من مولكيولز مثلا، او بتتكون من حاجات جوه اصغر اللي هي ال H2O وال H2O والاتومز والكلام ده كله. معنى كده ان الراجل بتاع الكيمستري كان بيهتم اكتر بتركيب الماده او تركيب الماتر بتاعي، فعشان كده كنا بنقول ان هي الماده بتاعت التركيب او الاجزاء بتاعتي بتتكون من ايه. انما احنا كفيزيكس بنتكلم عن قوانين ماثيماتيكال هي اللي بتربط كل البرانشز بتاعت الساينس دي مع بعض. هتلاقي الراجل بتاع الفيزيكس مثلا هو اللي يقيس لك سرعه الدم جوه الجسم، المفروض الدم جوه الجسم ده انت هتقول عليه بيولوجي، بس الراجل بتاع الفيزيكس لا، هو اللي هيجيب لك كلمه سرعه زي ما خدنا قبل كده فيلوسيتي او سبيد، هي اللي بتتكلم زي ما خدنا قبل كده كلمة فيلوسيتي أو سبيد، دي حاجة خاصة بالفيزيكس. طب إيه اللي جابها في الكيمستري أو إيه اللي جابها في البيولوجي؟ لأن الفيزيكس هي اللي بتربطهم مع بعض بماثيماتيكال ريليشن أو قوانين رياضية. هتيجي مثلا الراجل بتاع الكيمستري بيعمل كيميكال رياكشن، عايز يقيس سبيد أوف كيميكال رياكشن، ما هي كلمة سبيد برضو دي بتعبر عنها كفيزيكس. إيه اللي جابها هنا في الكيمستري؟ عشان الفيزيكس هي اللي بتربط البرانشز دي مع بعض في قوانين معينة. تعالى كده نشوف النهارده هنبتدي المنهج بتاعنا في الفيزيكس وهنتكلم عن ايه. قال لي اول حاجه عندنا في الفيزيكس، بما اننا ربطنا المنهج بتاعنا قال لك اول حاجه هنتكلم فيها في الفيزيكس، بما اننا قلنا او اتفقنا ان الفيزيكس هي اللي هتربط كل البرانشز دي مع بعض عن طريق ماثيماتيكال ريليشن شيب او عن طريق قوانين، فاحنا لازم ندرس الاول process of measurement او عمليه measurement. يعني ايه كلمه measurement؟ هتقول لي يعني قياس او ان انا بقيس، ما انا عارف ان هي يعني قياس، بس عمرك فكرت ايه بقى هي الميجرمنت بروسيس او ايه هي عمليه القياس؟ جيت مثلا قلت لك انا معايا قلم عايز اقيس اللينس بتاعه، فانت هتقول لي ايه؟ انا هجيب الرولر واحطها جنب القلم واشوف القلم طلع كام سنتيمتر، صح كده؟ عارف انت عملت ايه؟ انت جبت الرولر اللي انت عارف اصلا ان هي متقسمه شويه شرط، كل شرطه فيهم بتعبر لي عن 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر وهكذا، وجبت حاجه انت مش عارف اللينس بتاعها اللي هو القلم، فابتديت تعمل عمليه comparing، مقارنه، ابتديت ان انا اقارن ما بين unknown physical quantity، حاجه انا مش عارفها اللي هي اللينس بتاع القلم ده، بحاجه تانية انا عارفها. عارف ان المسطره بتاعتي او الرولر بتاعي متقسم 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر، ابتديت اعمل comparing، اقارن ما بين القلم والرولر لغايه ما اشوف القلم ده فيه كام واحد من اللي انا عارفهم اللي هم كام واحد من السنتيمتر. فهتيجي تقول لي ده القلم ده مثلا 14 سنتيمتر، عرفت منين انه 14 سنتيمتر؟ عشان لما عملت comparing، مقارنه ما بين القلم والرولر، لقيت القلم واخد 14 شرطه على الرولر، صح كده؟ فطلع ان البنسل بتاعي او البين بتاعي طلع 14 سنتيمتر. يبقى انا عملت عمليه comparing، رحت للراجل قلت له انا عايز اشتري شويه طماطم، عمل ايه؟ حطيت الطماطم بتوعي في الميزان، ابتدى الراجل يجيب شويه ماسز كده، حتت حديد كده، هو عارف ان الماس دي 1 كيلو جرام، الماس دي مثلا 1 كيلو جرام او هاف كيلو جرام، وابتدى يحط وابتدى يعمل comparing، عمليه مقارنه ما بين unknown quantity، حاجه انا مش عارف الماس بتاعتها اللي هي الطماطم، بحاجه تانية انا عارفها، عارف ان الحديده دي 1 كيلو جرام هاف كيلو جرام، فابتدى يقول لي دول مثلا 2 كيلو جرامز. عرفت منين ان هم 2 كيلو جرامز؟
هو عمل عملية comparing، مقارنة ما بين unknown quantity اللي هي الطماطم والكيلوجرامز لغاية ما استنتج ان دوت بيساوي 2 كيلوجرامز. يبقى فعلا نقدر نقول ان الميجرمنت بروسيس او عملية القياس بتاعتي it's the process of comparing، عملية مقارنة ما بين unknown quantity، حاجة انا مش عارفها، ما كنتش عارف اللينس بتاع القلم كام، ما كنتش عارف الماس بتاعت الطماطم كام، with another quantity، بكوانتيتي تانية بس انا عارفها بقى اللي هي المسطرة بتاعتي او اللي هي الكيلوجرامز بتاعتي to find how many times the first includes the second، عشان اشوف القلم كان واخد كام شرطة من المسطرة. فقلت مثلا 14 سنتيمتر، الطماطم خدت كام حتة حديد من الميزان بتاعنا دوت، فطلعت 2 كيلوجرامز مثلا. طبعا زي ما اتفقنا احنا في النظام الجديد مش مطالب مننا ان احنا نحفظ الديفينيشنز او التعريفات بتاعتنا، بس ابقى فاهمها، عشان التعريفات بتاعتنا دي مش هيجي في الامتحان في النظام الجديد يقول لي define، بس ممكن يجيب لي السؤال بدل ما يذكر كلمة مثلا measurement يجيب لي الديفاين بتاعها، ابقى فاهم ان الديفاين ده بتاع الميجرمنت. طب هل انا لما باجي اعمل ميجرمنت بروسيس او عملية القياس بعملها كده وخلاص؟ لما تيجي تقول لي عايز اقيس القلم دوت هتقول لي قيسه كده وخلاص؟ ما انت لازم تحدد لي هقيس ايه فيه، صح كده؟ قال لك الميجرمنت بروسيس ليها 3 elements اساسيين. قال لك الميجرمنت بروسيس ليها 3 elements اساسيين، او في 3 حاجات لازم تحطهم في دماغك لما تيجي تعمل الميجرمنت بروسيس عشان تعتمد عليها. لازم تحدد الاول الفيزيكال كوانتيتي، الفيزيكال كوانتيتي اللي انت هتقيسها، لازم تحدد الميجرنج تولز اللي هتستخدمها، وبناء عليها نحدد الميجرنج يونتس. تعال ناخد كل واحده بالتفصيل ونشوف ايه الفرق ما بينهم. شفتوا كنت هقع. طيب قال لك مثلا انت جيت قلت لي يا مستر انا عايز اقيس اللينث بتاع القلم دوت، فطلعت قلت لك لينث ايكوال 5 سنتيمتر. جيت قلت لي عايز اقيس الماس بتاع القلم دوت، فقلت لك الماس ايكوالز 15 جرامز. قال لك طالما كلمه لينث دي قدرت اطلع لها فاليو، قيمه، واحط بعد الفاليو دي ميجرنج يونت، يبقى كلمه لينث دي انا اقدر اقول عليها فيزيكال كوانتيتي. طالما كلمه ماس دي انا قدرت اطلع لها فاليو، قيمه، وقدرت احط بعد القيمه بتاعتي دي يونت اللي هي الجرام، يبقى كلمه ماس دي انا اقدر اقول عليها فيزيكال كوانتيتي. يبقى معنى كلمه فيزيكال كوانتيتي بالبلدي كده هي كوانتيتي انا اقدر اقيسها واطلع لها فاليو او قيمه، واحط بعد الفاليو دي measuring unit. قيس بقى على كده، انا ممكن اقول التايم 3 hours، طلع التايم ليه رقم او فاليو وليه يونت، يبقى التايم ده physical quantity. ممكن اقول لك الفورس equals 15 نيوتن، طالما قدرت تطلع لها فاليو وتحط بعد الفاليو دي measuring unit، يبقى كلمه فورس دي انا اقدر اقول عليها ان هي physical quantity. ممكن اقول لك الانرجي، الويت، الماس، كل الكلام ده انا اقدر اقول عليه ان هو physical كوانتيتي، عشان قدرت اطلع له فاليو وقدرت احط بعد الفاليو دي ميجرنج يونت. لغايه السنه اللي فاتت انتوا كنتوا بتقسموا الفيزيكال كوانتيتي لاثنين اساسيين اللي هم فيكتور وسكيلر فيزيكال كوانتيتي، فيكتور وسكيلر فيزيكال كوانتيتي. وطبعا ده شابتر موجود عندنا كامل الشابتر الجاي ان شاء الله، بس كان في تقسيمه ثانيه انتوا ما خدتوهاش قبل كده. قال لك الفيزيكال كوانتيتي انا اقدر برضو اقسمها لنوعين تانيين، نوع اسمه فاندامنتال ونوع اسمه ديرايفد. نوع اسمه فاندامنتال ونوع اسمه ديرايفد، وخلي بالي عشان كلمه فاندامنتال دي اكتب فوقيها كده بيزك فيزيكال كوانتيتي او ديرايفد فيزيكال كوانتيتي. جيت انت مثلا قلت لي قيس لي اللينس بتاع القلم دوت، تعال نشوف بقى ايه الفرق بين الاثنين. فانا لما هاجي اقيس اللينس بتاع القلم هعمل ايه؟ اجيب الرولر، هعمل عمليه الكومبيرنج اللي اتفقنا عليها، فطلعت اللينس 14 سنتيمتر. جه واحد تاني قال لي انا عايز اقيس السبيد. عشان اقيس السبيد احنا عرفنا السنه اللي فاتت مثلا ان السبيد ايكوالز ديستانس ديفايدد تايم. معنى كده ان انا عشان اقيس السبيد لازم اجيب 2 فيزيكال كوانتيتي تانيين، ديستانس ولازم اجيب التايم. معنى كده ان السبيد can be defined in terms of other physical quantity. لازم عشان اجيبها من physical quantity تانية، هي دي اللي انا بقول عليها
derived physical quantity. يبقى كلمة derived physical quantity زي السبيد كده هي physical quantity can be defined in terms of other physical quantity. عشان اقدر احصل عليها لازم اجيبها من physical quantity تانية. زي السبيد قدرت اجيبها من الديستانس والتايم، زي الاريا اقدر اجيبها من اللينث والويتس، زي الويت اقدر اجيبه من الماس والجرافيتي اكسلريشن. انما كلمه فاندامنتال او بيزك لا، ده انت لو قلت لي قيس اللينث انا هروح اجيب الرولر على طول واحط قدام القلم وهقيس اللينث، ما احتاجتش ان انا اجيب اي فيزيكال كوانتيتي تانية. عشان اجيب الماس لما قلت للراجل اوزن لي الطماطم دي حطها على الميزان بتاعه وطلع لي الماس مثلا 2 كيلو جرامز، ما احتاجش ان هو يجيب حاجه تانية عشان يقيس الماس. اما اقول لك الساعه كام هتبص في الساعه وتقول لي، مش هتحتاج تجيب فيزيكال كوانتيتي تانية عشان تطلع التايم. دول اسميهم فاندامنتال او بيزك فيزيكال كوانتيتي. physical quantity that cannot be defined in other physical quantity. ما اقدرش ان انا اجيبها من physical quantity تاني. طبعا اللي احنا الاكزامبلز اللي لسه قايلين عليهم الماس والتايم واللينث هم دول يعتبروا البيزك او الفاندامنتال الاساسيين في الفيزيكس كلها اللي هتاخدها طول حياتك. قيس بقى على كده اي حاجه تانية اقدر ان انا اعملها derivation او اقول عليها ان هي derived from الماس واللينث والتايم. السبيد، الاكسلريشن، فوليوم، انرجي، فورس، كل دول انا اقدر اقول عليهم ان هم derived physical quantity. بس خلي بالك من نقطة مهمة، احنا قلنا مين الفاندامنتال او البيزك؟ قلنا الماس، التايم، اللينث، صح كده؟ وقلنا دول اللي مكملين معانا طول حياتنا ان هم هيفضلوا دول البيزك او فاندامنتال في الفيزيكس عندنا. بس هل يا مستر الثلاثة دول اللي هم الفاندامنتال هنعرف ايه حكايتهم؟ طبعا هم دول اللي يعتبروا فاندامنتال عندي. بس اكتب او سجل عندك في الكشكول كده كلمة لينث مش بس بتتقال على اللينث اللي انا بقيسه، ماشي هو اللينث اكيد لينث، هي كلمة لينث بتتقال على اي حاجة ان انت تقدر تقيس طولها على طول باستخدام الرولر او الميتر تيب. زي مثلا لو قلت لك قيس لي الويدث، مش هتروح تجيب الرولر وتقيس الويدث بتاع السكرين هنا مثلا، صح كده؟ تعتبر فاندامنتال ولا لا؟ احتجت ان انا اجيب فيزيكال كوانتيتي تانية عشان اقيس الويدث، ولا عملته معاملة اللينث وقيسته من فيرست تايم مرة واحدة على طول؟ لا ما احتجتش. قال لك زي مثلا الهايت برضو انا هعامله معاملة اللينث، اول ما هشوفه هعتبره على طول ان هو لينث. يبقى اي واحد من دول لو جالي هو كده فاندامنتال ولا ديرايفد؟ يعتبر فاندامنتال. ليه؟ لان هم كلهم لينث، انا بقيس طول، بقيس هايت ارتفاع بالمسطره، بقيس الويدث بتاع السكرين بالمسطره او اللينث بتاعها بالمسطره، صح كده؟ فانا ما احتاجتش اجيب اي فيزيكال كوانتيتي تانية. قال لك مش بس كده، ده انت ممكن تقول لي عايز اقيس ديستانس، ديسبليسمنت، الناس دي كلها انا هعملها معامله اللينث وكلهم يعتبروا فاندامنتال ولا ديرايفد؟ فاندامنتال طالما اللينث. مش بس كده، اكتب عندك كمان راديوس بتاع السيركل، سيركمفرنس، وطبعا الراديوس ابن عمه الدايمتر. يبقى انا اول ما اشوف اي حد من دول انا هعتبره على طول ايه؟ فاندامنتال. لينث، طبعا اللينث لينث، width، height، distance، displacement، radius، diameter، circumference، الناس دي كلها انا اقدر اعتبرها fundamental physical quantity لان انا اقدر اقيسها على طول باستخدام الرولر، فهم كلهم يعتبروا اللينث او يعتبروا مسميات مختلفة لللينث. هتقول لي يا مستر طب هو السيركمفرنس ازاي يعتبر لينث؟ اقول لك زمان قبل ما يخترعوا بقى البرجل والادوات القياس بتاعتنا دي، عشان يقيس السيركمفرنس بتاع السيركل دي كان يجيب خيط. ما هو كلمة سيركمفرنس معناها انا عايز اقيس طول الخط الاسود اللي هو بتاع السيركل دوت، فكان يجيب خيط ويمشيه على السيركل كده، بعدين يقوم فارد الخيط حطه على الرولر، يقول لك ده السيركمفرنس بتاعها قد كده. ما هو يعتبر برضو قاسه لينث ولا لا؟ فاي حد من الناس دي كلها اول ما تشوفه قدامك هتعتبره لينث وتعتبره ان هو فاندامنتال فيزيكال كوانتيتي. يبقى عرفنا اول حاجه، حددت الفيزيكال كوانتيتي اللي انا عايز اقيسها، وقلنا الفيزيكال كوانتيتي نوعين،
لا اما فاندامنتال فيزيكال كوانتيتي بسميها بيزك، دي ما اقدرش اجيبها من فيزيكال كوانتيتي تانية، لا اما ديرايفد فيزيكال كوانتيتي، دي فيزيكال كوانتيتي انا محتاج عشان اوصفها او عشان اقيسها محتاج ان انا اجيبها من فيزيكال كوانتيتي تانية. زي الاكزامبل اللي موجود عندنا، لو انا عايز احسب الفوليوم بتاع الكيوبويد دوت، قال لك كنت بتقول لينث باي ويدث باي هايت، صح كده؟ يعني احتاجت اجيب لينث واحتاجت اجيب ويدث واحتاجت اجيب هايت، ما اقدرش اقيس الفوليوم من مره واحده، معنى كده ان الفوليوم بتاعي derived from the length. طب يا مستر انا حددت خلاص الفيزيكال كوانتيتي اللي انا عايز اقيسها، سواء كانت لينث او ماس او تايم، هبتدي على اساس الفيزيكال كوانتيتي ان انا احدد الميجرنج تول بتاعتي اللي هستخدمها. يعني لما تيجي تقول لي انا عايز اقيس اللينث بتاع القلم ده هستخدم رولر، لكن لما تيجي تقول لي انا عايز اقيس الماس بتاع القلم اكيد مش هينفع استخدم الرولر، هستخدم لها ميجرنج تول تانية، صح كده؟ يبقى كلمة ميجرنج تول هتتحدد بقى بناء على الفيزيكال كوانتيتي اللي انا استخدمتها او اللي عايز اقيسها. زمان قبل ما نخترع الميجرنج تولز وقبل الانسان ما يخترع ادوات القياس الحديثة دي كلها، كان ابتدى يستخدم اجزاء من جسمه عشان يقيس بيها، زي مثلا الشبر، يقول لك مثلا الشاشة دي 4 شبر او 3 شبر، زي مثلا الدراع ولسه بيستخدموه لغايه دلوقتي، الراجل بتاع القماش بيقعد يقيس القماش بدراعه. زي مثلا يقول لك روح عند بيت معرفش مين هتلاقي عنده زي مثلا يقول لك روح عند بيت معرفش مين هتلاقيه بعيد 15 خطوه، ما كانوش لسه اكتشفوا المتر فكانوا بيقيسوها بالخطوات، ان انا امشي 10 خطوات او 15 خطوه. وابتدت الدنيا تتطور شويه فابتدى الانسان ان هو يستخدم ظواهر طبيعية، زي مثلا حركة الكواكب، حركة النجوم في السماء. لو القمر النهاردة مثلا فول مون فاحنا كده في نص الشهر العربي اللي هو القمر البدر، لو القمر مثلا كريست اللي هو الهلال، لا ده احنا كده مثلا في اول الشهر العربي، يعني بكرة رمضان او بكرة شوال او الكلام ده كله. الناس مثلا كانوا بيمشوا في الصحراء على اتجاه النجوم. لغاية دلوقتي احنا برضو لو رحنا مكان ما نعرفوش وعايز احدد القبله بتاعت الصلاه بعمل ايه؟ بشوف الشمس بتشرق منين وبتغرب منين، عارفين ان السعوديه موجوده ناحيه الشرق، يبقى اكيد القبله مطرح ما الشمس طلعت. بنستخدم ظواهر طبيعيه نقيس بيها، صح كده؟ لغايه ما ابتدى الانسان بعد كده يعمل حاجه اسمها measuring tools. قال لك الميجرنج تولز احنا اتفقنا مين الثلاثه الفاندامنتال او البيزك او الاساسيين عندنا في الفيزيكس، الماس واللينث والتايم، وكانوا هم فعلا دول اول 3 ابتدوا يعملوا لهم ميجرنج تولز. قال لك اللينث اخترعنا له طبعا الرولر تقيس اللينث القصير، وبعدين اخترعنا الميتر تيب اللي هو شريط المتر بتاعنا لو عندي بقى عايز اقيس اللينث بتاع الروم او الهايت او حاجات اطول شويه، يعني اكتر. هي الرولر معظمها بتبقى 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر، كبيرها تبقى 1 متر بس مش هتبقى اكتر من كده، لكن شريط المتر تيب يقيس الحاجات اللي اكتر من كده. قال لك كمان زي الفيرنير كاليبر، دي بقى حاجه جديده لسه عندنا السنه دي، المايكرومتر. الفيرنير كاليبر دوت لو انت مثلا بتروح مع بابا وهو بيشتري مسمار للعربيه تلاقي الراجل تلقائي لازم يطلع الفيرنير كاليبر ده، ما ينفعش يديك مسمار العربيه من غير ما يقيس الدايمتر او الراديوس بتاعه، اصل هو لو طلع زياده ملي او ناقص ملي مش هيركب، هيبوظ العربيه، صح؟ مين اللي يقيسها لي بالملي؟ الفيرنير كاليبر، وهنشوف دلوقتي هو بيقيسها ازاي، او هنشوف ان احنا بنقدر نستخدمه ازاي. المايكرومتر برضو بيقيس اطوال صغيره جدا اقل بكتير من السنتيمتر، وهنعرف ايه حكايتهم دلوقتي. قال لك برضو زمان اخترعوا للماس ميجرنج تولز. زمان ايام الرومانيين عملوا لنا حاجه اسمها رومان سكيل، الميزان الروماني، ودوت على فكره لسه موجود لغايه دلوقتي. لو انت رحت عند الجزار مثلا في العيد هتلاقيه بيعلق الخروف كده في جهاز عشان يقيس الماس بتاعته، او يقول لك الخروف ده الماس كام كيلو جرام، ده لسه موجود لغايه دلوقتي. بيعلق الحاجه اللي عايز يقيسها التقيله الناحيه دي ويبتدي يعمل ميجرنج او يحسب الماس بتاعتها. طبعا بيبقى فيه سكيل وليها طريقه استخدام بس مش علينا ومش عايزينها. بعدين اخترعنا البيم بالانس او البالانس سكيل، اللي هو الميزان اللي عنده كفتين، بحط حاجه قصاد حاجه وابتدي اعمل الكومبيرنج اللي قلنا عليه. وفيما بعد اخترعنا انالوج سكيل، وكلمه انالوج يعني في بوينتر او سهم بيروح على الرقم على طول بيديني القرايه بتاعتي على طول، وطبعا بنشوفه في السوبر ماركت او عند الجزارين او عند بتوع الفاكهه. وبعدين اخترعنا الديجيتال سكيل، وكلمه ديجيتال عندنا يعني انا هحط الحاجه وفي شاشه
هي هتقول لي الارقام على طول. يبقى كلمه ديجيتال يعني الارقام هتطلع مباشره على الشاشه بتاعتي. يبقى اخترعنا رومان سكيل، بيم بالانس، انالوج سكيل، وديجيتال سكيل. كل دول ممكن يقيسوا لي الماس. نفس الكلام التايم زمان كانوا بيقيسوه بحاجه اسمها اور كلوك او الساعه الرمليه. دي حاجه كده شبه الستوب واتش، اللي هو ايه، روح بسرعه وتعالى قبل ما الايه الرمله تنزل. روح يا ابني هات لنا ناقه من اخر الصحراء قبل ما الرمله دي تخلص. اكنه بيحسب ستوب واتش كده، مش ده تايم؟ اللي هو روح وتعالى بسرعه، بدل ما يقول له 10 دقائق يقول له قبل ما الرمله دي تخلص. وبعدين اخترعنا الكلوك اللي هي الساعه العاديه بتاعتنا، وفيما بعد تطورنا شويه وعملنا ستوب واتش عشان اقدر اقيس فتره زمنيه محدده او وقت محدد. وبعدين اخترعنا الديجيتال واتش او الساعه الرقميه. وزي ما اتفقنا كلمه ديجيتال يعني في شاشه هي بتطلع لي الرقم على طول. يبقى اول تو elements خدناهم في measurement process او عمليه القياس زي ما اتفقنا. physical quantity، حددت الفيزيكال كوانتيتي وعرفنا انواعها الفاندامنتال والديرايفد. بناء على الفيزيكال كوانتيتي بقى سواء ماس، لينس، تايم او ايا كانت الفيزيكال كوانتيتي، انا حددت بعديها الميجرنج تول اللي هستخدمها. طب بعد بقى ما عرفت الفيزيكال كوانتيتي والميجرنج تول لازم احط ميجرنج يونت. يعني مش هتقول لي اللينس بتاع القلم ده 14 وتسكت، او ممكن يطلع 14 متر، 14 سنتيمتر، 14 مليمتر. هي اللي تقول. يبقى الميجرنج يونت هي تالت اليمنت. بس قبل ما نخش على الميجرنج يونت تعالى نشوف بقى ايه حكايه الفيرنير كاليبر دوت وبيشتغل ازاي. قال لك لو انا مثلا عايز اقيس الدايمتر بتاع البول بتاعتي اللي موجوده في الصوره ديت، وراح اداني الكوره دي وقال لي قيس لي الدايمتر من اول هنا لهنا، هقيسه ازاي؟ بتجيب الكوره او المسمار او ايا كان الحاجه اللي انت عايز تقيسها، بتحطها ما بين الفتحتين بتوع الفيرنير كاليبر، وفي هنا بكره بتبتدي ان انت تحرك البكره دي لغايه ما تقفل على الكوره وما تقعش منها. يعني انا كده واخد مقاس الكوره بالظبط. هلاقي عندي تو سكيلز، سكيل موجود من فوق مكتوب جنبه سنتيمتر، وفي سكيل تاني صغير من تحت. اعمل بيهم ايه الارقام دي كلها؟ قال لك تعالى نشوف. اول حاجه لازم عينك تيجي عليها الزيرو اللي تحت بتاع السكيل اللي تحت الصغير. تشوف الزيرو ده واقف بعد رقم كام من فوق. ده واقف بعد رقم 2. يبقى اول حاجه تعملها هتكتب 2 بوينت. يبقى اول حاجه بعملها وانا بستخدم الفيرنير كاليبر بعد ما خدت المقاس مظبوط، هشوف الزيرو من تحت واقف بعد رقم ايه من فوق. واقف بعد ال2. 2 مين؟ 2 سنتيمتر. هل هو بعد ال2 بس؟ قال لك لا، ده واقف بعد ال2 كمان بشويه شرط. 1 2 3 4 5 6 7 وادي الزيرو اهو اللي احنا بنقول عليه. يبقى واقف بعد ال2 ب7 او ب7 شرط، صح كده؟ يبقى 2.7. يبقى نقول تاني عملنا ايه؟ اول حاجه عيني تيجي عليها هبص على الزيرو اللي في السكيل اللي تحت. طب وبعدين يا مستر هشوف الزيرو ده واقف بعد مين من على السكيل بتاع السنتيمتر. لقيته واقف بعد ال2. ادي ال2. هل هي 2 بس؟ يعني هنا بس؟ لا، ده في كمان كام شرطه. تعال نعد الشرط. ادي 1 2 3 4 5 6 7 وادي الزيرو اللي احنا قلنا عليه. يبقى هو واقف بعد 2.7. لغايه دلوقتي هي المسطره العاديه تقدر تقول لي 2.7، بس هل الرولر تقدر تجيب لي ارقام بعد ال 2.7 دي؟ لا، ما تقدرش. بص بقى الفيرنير كاليبر يقدر يعمل ايه. قال لك انت هتفضل ماشي مع الارقام اللي تحت. شايف الزيرو ليه شرطه هنا، صح كده؟ ادي 2.7. الزيرو، هل الخط بتاع الزيرو اللي تحت ده ماشي على نفس الخط اللي فوق؟ او السكيل اللي تحت ماشي على نفس الخط اللي فوق؟ لا، مش عايزه. بص الرقم اللي بعد الزيرو، هي المفروض طبعا ماشيه 0 0.5 وهكذا 1 1.5. هل الخط اللي تحت ماشي مع الخط اللي فوق؟ لا. هل الخط اللي تحت ماشي مع الخط اللي فوق؟ لا. هتفضل ماشي مع السكيل اللي تحت لغايه ما تلاقي رقم الشرطه بتاعته ماشيه على نفس الخط بالظبط مع الشرطه بتاعت السكيل اللي فوق. مين اول رقم حقق لي الكلام ده؟ ال7. انا باخدها بقى القرايه من تحت. يبقى كده في رقم تاني بعد ال7 ده اسمه 7. هل ال7 بس؟ تعال نشوف اللي بعد ال7 على طول اللي هي ال5 بتاعت ال7 دي.
ده هي كمان ماشية على نفس الخط، يبقى 7 5. بص انا خدت كام رقم بعد البوينت؟ عمر الرولر او المسطره العاديه ما تقدر تجيب لي الارقام دي كلها، هي اخرها تقول لي 2.7، ده لو عرفت اطلعها بعيني يعني عشان الارقام برضو قريبه من بعض. انما خدت بالك الفيرنير كاليبر طلع لي كام رقم بعد البوينت في السنتيمتر؟ ده ما كنتش اقدر ان انا استخدم الرولر العاديه عشان اطلعه، صح كده؟ يبقى نقول كمان لو انا عايز اقيس الدايمتر مثلا بتاع الكوره دي، هحط الكوره، هقفل الفيرنير كاليبر بتاعي عشان يبقى قد الكوره بالظبط. عملت ايه؟ شفت الزيرو اللي تحت جاي بعد رقم مين من فوق؟ جاي بعد التو، ادي التو. هل التو بس؟ لا، ده في كمان بعديها 7 شرط لغايه ما وصلت للزيرو، فبقت 2.7. اقدر اقيس كمان ارقام اكتر. طب هقيس اللي بعد كده ازاي؟ هبص على الشرط من تحت لغايه ما هلاقي الشرطه اللي ماشيه على نفس الخط بالظبط مع الشرطه اللي في السكيل اللي فوق، ال7 ادي ال7. ولو كمان اللي بعد ال7 ماشي هو كمان على نفس الخط اللي فوق هكتبه. طب لو مش ماشي مش هكتبه. زي ايه مثلا؟ تعال نشوف الاكزامبل اللي بعديها عندك في الكتاب. او بيقول لك انا عايز اقيس او اخد القرايه بتاعت الفيرنير كاليبر اللي موجود قدامي دوت. احنا اتفقنا اول حاجه هعملها ايه؟ هشوف الزيرو اللي تحت جاي بعد مين. الزيرو اللي تحت اهو جاي بعد 3، يبقى اول حاجه هكتبها 3 بوينت. بعد 3 بس؟ لا، ده 3 وبعديها 1 2 3 4 4 شرط يعني 3.4. حلو. طب والارقام اللي بعد كده؟ زي ما اتفقنا هبص على السكيل اللي تحت، الخط بتاع الزيرو ماشي مع الرقم اللي فوق او الخط اللي فوق؟ لا. اللي بعد الزيرو طبعا 1 اهي ماشي مع اللي فوق؟ لا. ال2 لا. ال3 ال4 اول رقم ماشي على نفس الخط بالظبط اللي هو ال5 لازم تبقى على نفس الخط بالظبط، يبقى هي دي القرايه بتاعتي 3.45 سنتيمتر. يبقى كده احنا قدرنا نقرا قرايه الفيرنير كاليبر او نشوف هي بتتقري ازاي. طبعا هي في الفتره الاخيره ما بقتش تيجي كتير في الامتحانات عشان هي المفروض كانت تبقى عملي، والعملي طبعا اتلغى من عندكم، بس برضو في اماكن او في ادارات بتحب ان هي تجيبها، فنركز برضو على القرايه بتاعتنا بتاعت الفيرنير كاليبر كويس جدا. طيب تعالى كده انا حددت خلاص الميجرنج تول وعرفت الميجرنج، حددت خلاص الميجرنج تول والفيزيكال كوانتيتي. هبتدي بقى اشوف الميجرنج يونت اللي هكتبها بعد الرقم اللي انا طلعته. زمان كانت مصر تبع الاحتلال البريطاني، صح كده؟ فكنت تلاقي في الافلام الابيض واسود الراجل يخش كده يقول له ايه، نهارك سعيد، عايز وقيتين جبنه ولا رطلين لحمه ولا ايه اليونتس دي؟ الرطل والوقيه والحاجات دي راحت فين؟ ما بقتش موجوده ليه؟ ما احنا خلاص عملنا استقلال من الاحتلال البريطاني. لان اليونتس دي اصلا بتاعت بريطانيا، هم لغايه دلوقتي بيستخدموها في بريطانيا، انما احنا ما بقيناش نستخدمها. زي مثلا لو بتتفرج على جود مورنينج امريكا او صباح الخير يا امريكا، هتلاقيهم لما بيقولوا درجه الحراره عندهم ما بيقولوهاش زينا كده مثلا 23 ديجري سيليزيوس مثلا، احنا عندنا بنقولها بالسيليزيوس، لا هو بيقولها لك بايه؟ فهرنهايت. ايه فهرنهايت دي؟ واشمعنى هم بيستخدموا فهرنهايت واحنا بنستخدم سيليزيوس؟ ده سيستم للميجرمنت. تلاقي مثلا وانت بتتفرج على فيلم اجنبي يقول لك ده ماشي بسرعه 100 مايل بير اور. بيقيسوا سرعتهم بالميل، مش زينا هنا كيلومتر بير اور، لا ده هم بيقيسوا سرعتهم بالميل. اشمعنى هم بيستخدموا الميل وبيستخدموا فهرنهايت، احنا بنستخدم الكيلومتر وبنستخدم السيليزيوس؟ قال لك كل بلد كان عندها سيستم داخلي للميجرمنت يونتس بتاعتها تقدر ان هي تستخدمه في بلدها. وكان اشهر 3 سيستمز لليونتس دي، كان في الفرنش سيستم نظام فرنساوي، بريتش سيستم النظام الانجليزي اللي احنا كنا لسه بنقول عليه كنا تبعهم، وكان في متريك سيستم. بس خلي بالي فرنش سيستم ساعات بيجي في الامتحان يقول لي عليه جاوسيان سيستم. كلمة جاوس دي، جاوس ده عالم فرنساوي حط قوانين كتير، طبعا هتاخدوا له قوانين كتير ان شاء الله لسه في ثالثه ثانوي. جاوس دوت هو اللي عمل السيستم الفرنساوي دوت، فسموه باسمه جاوسيان سيستم. يبقى اكتب فوق كلمة فرنش دي جاوسيان
سيستم، عشان ممكن يجي في الامتحان ما يقوليش فرنش سيستم، يقول لي جاوسيان سيستم. طب ايه يا مستر الفرق ما بينهم وايه الانترناشونال سيستم دوت؟ تعال نشوف. هنشوف الاول الثلاثه الاساسيين او اللي كانوا موجودين، اللي هم الفرنش سيستم اللي احنا قلنا عليه اسمه جاوسيان سيستم، والبريتش سيستم، والمتريك سيستم. قال لك الفرنش سيستم او الفرنساويين كانوا بيستخدموا السنتيمتر كميجرنج يونت لللينث. يعني لما تيجي تقول له عايز اقيس لينث يطلع لك اليونت تلقائي كده بالسنتيمتر. وكانوا بيقيسوا الماس بالجرام والتايم ان سكند، كان بيقيسوا التايم بالثانيه والماس بالجرام. انما البريطانيين كانوا بيقيسوا اللينث بالفوت، القدم، اللي هي زي مثلا ثلاجه كام قدم، ولسه لغايه دلوقتي في بلدهم بيعملوا كده. بيقيسوا الماس بالباوند، اللي هي بقى الرطل والوقيه والحاجات اللي لسه كنا بنقول عليها دي. وبيقيسوا برضو التايم بالسكند. لو خدت بالك الفرنش اختصرناه سي جي اس، سنتيمتر جرام سكند. نفس الكلام البريتش اخترناه او اختصرناه فوت باوند سكند اف بي اس. النظام المتريك او المتريك سيستم كانوا بيقيسوا اللينث ان متر، بيقيسوا الماس ان كيلو جرام، بيقيسوا برضو التايم بالسكند، عشان كده سميناه ام كي اس. طب خدت بالك مين الكومن او الحاجه الوحيده اللي كانت مشتركه ما بين الثري سيستمز؟ كان التايم ان سكند هو اللي مشترك ما بين الثري سيستمز. فجم بعد كده العلماء قال لك انت في بلدك يا عم بتقيس الماس بالجرام، وانت في بلدك بتقيس الماس بالباوند، وانت في بلدك بتقيس الماس بالكيلو جرام. طب افرض بريطانيا عايزه تشتري حاجات من فرنسا، هيستخدموا الباوند ولا هيستخدموا الجرام؟ قال لك لا، هنعمل نظام جديد اسمه انترناشونال سيستم، نظام دولي العالم كله يمشي بيه. انت في بلدك اعمل اللي انت عايزه، بس لما تيجي تعمل تجارة او تعمل تبادل مع بلد تانية لازم تلتزم بالانترناشونال سيستم دوت، هو اللي هنشتغل بيه. وده اللي بنشتغل بيه في كل قوانين الفيزيكس لغاية ما تخلص دراسة فيزيكس في حياتك. هي دي الميجرنج يونتس اللي لازم تكون موجودة في كل المسائل. لو اي ميجرنج يونت تانية لازم ترجعها للميجرنج يونتس دول. هتلاقيني كاتب لك جنبه مودرن متريك سيستم. ليه مودرن متريك؟ عشان هم فعلا خدوا 3 يونتس بتوع المتريك سيستم اللي هي متر كيلو جرام وسكند، وابتدوا يضيفوا عليها يونتس جديده ويقول لك هي دي اللي اسمها انترناشونال سيستم. فعلا ضفنا على الثلاثه دول 6 تانيين لغايه ما خليناهم 9 يونتس. مين الستة التانيين دول؟ قال لك اضفنا لهم الكتريك كارنت انتنستي اللي خدتوها السنه اللي فاتت بميجرنج يونتس بتاعتها اسمها امبير. ده مش بس كده، ده السيستم ده كمان اعتبر ان الالكتريك كارنت انتنستي تعتبر بالنسبه له هو فاندامنتال. بس فاندامنتال فين؟ في الانترناشونال سيستم بس. يعني التسعه دول يعتبروا فاندامنتال بس فين؟ في الانترناشونال سيستم بس. انما مين الثلاثه الاساسيين في الفيزيكس فاندامنتال؟ الماس واللينث والتايم. طب تعال نشوف هم ليه اعتبروا الالكتريك كارنت انتنستي كده ان هي فاندامنتال. قال لك كنا خدنا قانون السنه اللي فاتت، الالكتريك كارنت انتنستي ايكوالز quantity of charges divided time. quantity of charges كنت بتقول ان الميجرنج يونت بتاعتها اسمها كولم، التايم كان الميجرنج يونت بتاعته اسمها سكند. ايه ده يا مستر؟ ده انا عشان اجيب الالكتريك كارنت انتنستي لازم احسب كوانتيتي اوف تشارجز ولازم احسب التايم، وطلعت لها يونت اسمها كولم بير سكند. دي ما تعتبرش فاندامنتال. هقنعك، مش انتوا برضو خدتوا السنه اللي فاتت عشان تقيس الالكتريك كارنت انتنستي ممكن تروح تجيب جهاز لذيذ كده اسمه اميتر، صح كده؟ وكنت بتكتب بدل ما تقعد تكتب كولم بير سكند كنت بتكتب امبير. ايه ده انا اقدر اقيسها بجهاز واحد واحط لها ميجرنج يونت واحده. فاندامنتال ولا لا؟ بس فين؟ في الانترناشونال سيستم. فاعتبروا ان هي فاندامنتال عشان قدر يقيسها عن طريق جهاز واحد، زي ما انا قست اللينس عن طريق الرولر، قدر يحط لها ميجرنج يونت اسمها امبير زيها زي المتر والسنتيمتر. ما اعتمدش في كلامه على الكولم والسكند، فقال لك يا عم ايه المشكله؟ ما نعتبرها فاندامنتال. فحط بقى على كده 6 جداد اعتبرهم فاندامنتال. حط الالكتريك كارنت انتنستي وقال لك الميجرنج يونت بتاعتها اسمها امبير. حط لنا الابسوليوت تمبريتشر وقال لك الميجرنج يونت بتاعتها اسمها كلفن، ولا هي سليزيوس ولا هي فهرنهايت.
حاطلنا كمان amount of material. لو ابتديتوا كيمستري اكيد هتعرفوا او سمعتوا عنها في الكيمستري، اسمها مول. حاطلنا الليومينس انتنستي. لو بتتفرج على اعلان لمبه فينوس بتاع مناصح يقعد يقول لك لازم تقرا على اللمبه مكتوب عليها شده الاضاءه كام؟ كانديلا. عشان فعلا كلمه كانديلا دي الميجرنج يونت بتاعت الليومينس انتنستي او شده الاضاءه، وجايه فعلا من كلمه كاندل الشمعه. قال لك مش بس كده، ده احنا ضفنا كمان انجل ميجرمنت اسمها راديان، سوليد انجل اسمها ستيريديان. ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ كنتوا خدتوا في الماس طبعا ان الانجل هي اللي موجوده ما بين التو ريز دول، صح كده؟ فكنت تقعد تقول مثلا دي 30 ديجري، كنت بتقول عليها ديجري صح؟ لا هي اسمها راديان. احنا ننطقها ديجري مش مشكله، بس هي اسمها ايه؟ راديان. طب ايه الانجل عارفينها، طب السوليد انجل؟ عارف انت لما يكون عندك سقف مثلا في الحيطه وتبص في الكورنر فوق خالص فتلاقي السقف عامل كده، هو دول 2 ريز بس السقف بيبقى فيه كمان حيطه الناحيه دي، حيطه وحيطه وسقف، صح كده؟ فتحس ان في انجل المره دي بقى مش بين 2 ريز، دي بين 3 ريز، 3 ريز بنقول عليها in 3 dimensions او في الثلاث اتجاهات بتاعتي. دي بيسموها سوليد انجل. الميجرنج يونت بتاعتها اسمها استيراديان. فبقى عندي يونت اسمها راديان دي بتاعت الانجل، يونت اسمها ستيراديان دي بتاعت السوليد انجل. يبقى عرفنا الفرق بين الانجل ميجر اللي اسمها راديان والسوليد انجل اللي اسمها استيراديان. يبقى زي ما اتفقنا هم الثلاثه الاساسيين بتوعنا بتوع المتريك سيستم، اللينث والماس والتايم زي ما هم في المتريك سيستم متر كيلو جرام وسكند، بس هنضيف عليهم السته الجداد: electric current intensity بالامبير، absolute temperature بالكلفن، amount of material بالمول، luminous intensity كانديلا، angle measurement radian، والsolid angle كمان استيراديان. طيب تعال نحل مع بعض شوية أسئلة عندك في الكتاب كده وبعدين نرجع نكمل. عايزك تعمل معايا بوز على السؤال، ماشي؟ وشوف حله الأول لوحدك وشوف الإجابة بتاعتك هتطلع زي ما احنا قايلين ولا لأ. تعال كده عندك في الكتاب وشوف معايا اول سؤال بيقول لي the common factor in French اللي احنا لسه قايلين عليه Gaussian system, British and metric system is that they all measure. ايه الحاجه اللي كانت مشتركه اللي لسه قايلين عليها في الثلاثه سيستم؟ length كانوا الثلاثه بيقيسوه in متر، ولا التايم الثلاثه بيقيسوه in second، ولا الماس in جرام؟ فعلا كنا احنا فعلا الثلاثه بيقيسوا التايم in second، فكانت دي common او المشتركه ما بين الثلاثه سيستم. تعال نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي مين من دول is a fundamental physical quantity. هل الفيلوسيتي اقدر اعتبرها fundamental او basic؟ force اقدر اعتبرها fundamental؟ time ولا كلهم؟ احنا قلنا الفاندامنتال او basic عندنا في الفيزيكس 3. ايوه، ماس ولينث، برافو عليك، وتايم. يبقى فعلا هو التايم اللي يعتبر fundamental physical quantity. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي مين من دول is the suitable tool for measuring the radius of a small metallic sphere. لو انا معايا metallic sphere او كرة معدن صغيرة وعايز اقيس الراديوس او الدايمتر بتاعها، طبعا عايز اقيس وهي صغيرة وبالملي والحاجات اللي بتقيس الحاجات الصغيرة. هل الرولر تقيس لي الكلام ده؟ لا، الرولر اخرها تقيس لي بالسنتيمتر وحتة كده بالملي. مين اللي يقيسها بالظبط؟ برافو عليك، الفيرنير كاليبر. عشان الميتر تيب طبعا بيقيس مسافات كبيره جدا، السنسيتيف بالانس ده بتاع الماس مش بتاع اللينث. بص بقى معايا في السؤال نمبر 4 ده بيقول لي مين is the measuring tool of density of liquid. لو انا معايا ليكويد وعايز اقيس الدنسيتي بتاعته، مين من دول يقيسهولي؟ هتقول لي يا مستر احنا ما خدناش حاجه اسمها density. ما انا عارف ان احنا ما خدناش حاجه اسمها density، على فكره هي في المنهج وموجوده عندنا في الكتاب، بس هقول لك ليه انا حاطط السؤال بالطريقه دي. عايز اقيس الدنسيتي بتاعه الليكويد، هستخدم انهي جهاز من دول؟ احنا لغايه دلوقتي كنت بختار حاجه انا عارفها، عارف ان الماس مثلا هيطلع سنسيتيف بالانس او هيطلع البيم بالانس، عارف ان اللينث هيطلع رولر. طب لو جالي حاجه انا ما شفتهاش قبل كده اسمها دنسيتي، النظام الجديد قال لك مش شرط تختار حاجه انت عارفها، انت ممكن تستبعد اللي انت عارفه فتختار الحاجة اللي باقية، اكيد هتبقى هي. يعني مثلا بيقول لي مايكرومتر، احنا لسه واخدين دلوقتي المايكرومتر بيقيس ايه؟ اللينث الصغير، صح كده؟ يبقى اكيد مش هو اللي هيقيس لي الدنسيتي. اور جلاس، احنا لسه قايلين اور جلاس تقيس ايه؟
تقيس تايم. يبقى اكيد مش هي اللي هتقيس لي الدنسيتي. هيدرومتر سمعتش عنه صح؟ سيبه دلوقتي. رومان سكيل. الرومان سكيل احنا لسه قايلين الميزان الروماني ده كان بيقيس ايه؟ الماس، فانا استبعدت الرومان سكيل هو كمان. فبقى عندي مين؟ الهيدرومتر اللي انا مش عارفه، لان انا واثق ان الثلاثه دول مش هم اللي هيقيسوا لي الدنسيتي صح كده؟ يبقى اكيد هو الهيدرومتر. طبعا هي موجوده عندنا في المنهج ان الهيدرومتر هو اللي بيقيس density اوف ليكويد. بس افرض انا جالي سؤال مثلا حاجه انا ما اعرفهاش، لا انا ساعتها هعرف اتصرف وهعرف اطلع الاجابه بتاعتي. تعال نشوف question number 5. بيقول لي the suitable measuring tool for measuring the length of a room. لو انا عايز اقيس اللينس بتاع الاوضه هل هستخدم مين من دول؟ كلهم طبعا بيقيسوا اللينس، الرولر، ميتر تيب، فيرنير كاليبر، الميكرومتر. بس انا هستخدم مين فيهم؟ برافو عليك، هستخدم نمبر بي اللي هو الميتر تيب. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي the derived quantity of the following are. مين من دول يعتبر derived؟ الثلاثة، عايز الاختيارات الثلاثة يبقوا derived. هل الفيلوسيتي تعتبر derived physical quantity؟ تعتبر derived، لان انا عشان احسبها محتاج distance displacement و time صح كده؟ ماشي. طب الديستانس احنا مش لسه قايلين من شوية كده حاجة كتبناها ان الديستانس دي تعتبر ايه؟ length، يعني fundamental، يعني مش derived. يعني الإجابة كلها خلاص كده، الاختيار ده كله غلط. هل الماس يعتبر derived؟ لا، الماس ده ماس ولينس وتايم صح كده؟ خلاص يبقى دي كلها برضو غلط. work ماشي، الورك تنفع. force ما هواش لينس ولا ماس ولا تايم. distance احنا لسه قايلين الديستانس تعتبر ايه؟ length، يبقى الإجابة دي كمان مش هتنفع. force طبعا derived. volume density، يبقى هختار فعلا الإجابة نمبر دي اللي فيها التلاتة derived physical quantity. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي مثلا في السؤال دوت لو أنا عايز أقيس الميجرنج يونت بتاعة الأنجل دي. الأنجل دي between كام ray؟ between two rays، يعني أنجل عادية، يبقى أكيد اليونت بتاعتها برافو عليك radian. يبقى احنا عرفنا process of measurement، عملية القياس، عملية الكومبيرنج ما بين physical quantity أنا مش عارفها و physical quantity تانية اللي بسميها measuring tool. عملت كومبيرنج ما بين الاتنين عشان أعرف اللينس أو الماس أو التايم أو أيا كان الفيزيكال quantity اللي بقيسها. عرفنا الاليمنتس بتاعة الميجرنج بروسيس أو الميجرمنت بروسيس. عرفنا إن لازم أحدد الأول الفيزيكال quantity اللي هقيسها. أنا عايز أقيس اللينس، عايز أقيس الماس، عايز أقيس التايم، عشان بناء عليه هحدد الميجرنج تول اللي هستخدمها، وبعد ما هستخدم الميجرنج تول هقدر احدد الميجرنج يونت. تعالى بقى نشوف ايه الجزء اللي بعد كده. طبعا قال لي عندنا حاجه اسمها ستاندرد فورمولا، كنتوا خدتوها في جريد 6 زمان في الماس، بس طبعا انا عارف ان انتوا مش فاكرينها. تعالى نفتكرها سوا. ايه حكايه ستاندرد فورمولا دي؟ جهز يلا الكشكول بتاعك عشان هنحل مع بعض شويه قبل ما نبدا نشتغل في الكتاب. كلمة standard formula قال لي it's a way of expressing very large quantity أو very small quantity in the form of 10 power. يعني بدل ما اقعد اكتب اصفار كتير انا هخليها 10 باور. يعني ايه الكلام ده؟ لو جيت قلت لي مثلا اكتب معايا يلا example number 1. the speed of light 300 مليون متر per second. سرعة الضوء 300 مليون متر كل ثانية. فانت كنت بتعمل ايه؟ مش 300 مليون دي معناها 3 times 100 مليون. حد عنده اعتراض؟ 300 مليون هي 3 times 100 مليون. 100 مليون 3 times او 3 مرات صح كده؟ حلو الكلام ده. طيب كنت ممكن وانت في جريد 6 تقوم قايل لي انا هعد الاصفار دي كلها كام زيرو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، فاقول ان هي اكنها 10 باور 8. هي دي اللي اسمها ستاندرد فورمولا. ستاندرد فورمولا ان انا حولت رقم كبير مليان اصفار كان ممكن ياخد صفحة كاملة وانا بكتبه، لا انا هحط عدد الاصفار دي فوق
ال 10 فبقت 3 تايمز 10 باور 8. افرض عندي 20 صفر 20 زيرو، لا هكتب 10 باور 20. تعالى ناخد اكزامبل تاني، اكتب معايا يلا اكزامبل نمبر 2. لو انا جيت قلت لك 52,000، خلاص انا مش محتاج بقى اقول ان هي 52 تايمز 1000، لا انا هعمل ايه؟ هعد الاصفار كلها واقول ان هي 52 تايمز 10 باور 3. يبقى عملت ايه تاني؟ عديت الاصفار وحطيتها فوق ال 10. ناخد اكزامبل تاني، لو جه مثلا قال لي 1 2 3 0 0 0 0 equals 1 2 3 times 10 باور كام؟ قلنا هنعمل ايه؟ هعد الاصفار 1 2 3 4 يبقى 10 باور 4. يبقى دي كده اسمها ستاندرد فورمولا، كتبت صفار كتير او رقم كتير او كبير على شكل ايه؟ 10 باور. طب افرض كان رقم صغير، يعني جه مثلا قال لي انا عايز اكتب او اكزامبل نمبر 4، لو عايز اكتب 0.0052 ده كده بيساوي كام؟ ادي ال 5 وال 2 تايمز 10. قال لك ايه بقى؟ ركز معايا في الحته دي، انا هعد كل حاجه بعد البوينت، كل حاجه بعد البوينت. 1 2 3 4، ده في 4 ارقام بعد البوينت. هتحط الفور فوق بس المره دي هتبقى بالنيجاتيف. يبقى انا عملت ايه؟ عديت كل حاجه بعد البوينت وحطيت الرقم فوق بس بالنيجاتيف. زي مثلا اكتب معايا اكزامبل نمبر 5، لو انا عايز احسب 0.0013 هتديني هعد كل حاجه بعد البوينت تايمز 10 باور كام؟ ادي 1 2 3 4 يبقى 10 باور نيجاتيف 4. لو جه قال لي اكزامبل كمان، لو انا عايز احسب 0.00005 ده ايكوال 5 تايمز 10 باور كام؟ هعد كل حاجه بعد البوينت 1 2 3 4 and 5 فبقت نيجاتيف 5. عشان كده قلت عليها تايمز 10 باور نيجاتيف 5. ودي كده اللي اسمها ستاندرد فورمولا، يعني انا عبرت عن ارقام كبيره قوي او ارقام صغيره قوي على الفورم او الشكل بتاع 10 باور 10 باور. بس كده؟ لا، ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي عشان مش هتلاقيها مشروحه كتير في الكتب. اكزامبل نمبر 7، وبص معايا انا هقول لك ايه. افرض مثلا هو بقى مش عايزني اطلع الرقم على طول، قال لي 1 2 3 0 1230، عايز اعرف هي بيساوي 1.23 تايمز 10 باور كام. يعني هو اللي اجبرني ان انا اخليها 1.23. تعال نشوف. هي المفروض الاول البوينت كان مكانها هنا، الطبيعي ان مكانها بيبقى بعد الزيرو، صح كده؟ بس احنا ما بنكتبهاش طبعا لان الارقام اللي هنا ملهاش لازمه في الماث. بس هو عمل ايه؟ هو ابتدى ينقل البوينت او البوينت بتاعتي اتنقلت زي ما انا شايف كده من المكان دوت لفين؟ ما بين ال1 وال2، صح كده؟ جت الناحيه دي، يعني البوينت اتحركت من مكانها هنا راحت للمكان ده. بس اتحركت كم مرة؟ تعال نشوف. هي اتحركت مرة 2 3. معنى كده ان البوينت اتحركت ناحية الشمال 3 مرات عشان تبقى بدل ما هي 1230 تبقى 1.23. قال لك كل مرة انت حركت فيها البوينت بيزود لي الباور 1. مش دي كده اكنها 1230 تايمز 10 باور 0؟ هو 10 باور 0 ب1، يعني اي حاجه تايمز 1 بنفسها. فانت لما تحرك البوينت مره شمال الباور الزيرو تبقى 1، تحركها مره تانية الزيرو يبقى او ال1 تبقى 2، تحركها مره تالتة يعني باور 3. مش فاهم يا مستر؟ تعال نشوف اكزامبل تاني. لو جيت قلت لك مثلا اكزامبل نمبر 8،
لو انا معايا 1 2 5 equals 1.25 times 10 باور كام؟ تعال نشوف. هي البوينت كانت اصلا مكانها هنا اكنها بوينت 0، بس انا جبتها ما بين ال1 و2، يعني حركتها ناحية الشمال مرة كمان مرة، يعني حركتها مرتين ناحية الشمال. يبقى هزود الباور اللي هو كان 0 هزوده 2، هيبقى 10 باور 2. مش فاهم يا مستر؟ تعالى ناخد اكزامبل كمان. لو جيت مثلا قلت لي example number 9 100 او 1250 عايز اعرف بيساوي 12.5 times 10 باور كام؟ تعال نشوف. الطبيعي ان البوينت مكانها هنا بعد الزيرو، بس هو حطها لي ما بين مين؟ ال2 وال5، يعني نقل البوينت لغايه هنا. اتنقلت كام مره؟ مره 2 ناحيه الشمال، يبقى الباور يزيد مرتين. اكتب بقى معايا الجمله دي عندك كده بالعربي كده زي ما هنقولها. لما البوينت تتحرك شمال الباور يزيد. كل ما البوينت تتحرك ناحية الشمال مرة هزود الباور 1، اتحركت مرة تانية هزود الباور كمان 1، يبقوا 2، اتحركت مرة تالتة هزود الباور كمان 1، يبقى 3. يبقى برضو خلي بالي انا ممكن احرك البوينت ناحية اليمين والشمال. مش بس كده، تعال نشوف لو البوينت اتحركت الناحية التانية ايه اللي بيحصل. مثلا جيت قلت لي example number 10 اهو. لو انا بقى معايا 0، جهز بقى كشكولك واكتب معايا، هنخش في الجزء اللي بعد كده. قال لك لو انا عندي يونت، اي يونت، اي ميجرنج يونت، متر، كيلو جرام، سكند، فولت، امبير، نيوتن، ايا كانت الميجرنج يونت. عارف اصلا يعني ايه كلمه يونت؟ يونت جايه من كلمه يونايتد، وحده. فكلمه يونت يعني واحد، يعني انا معايا واحد من الحاجه. لو انا قلت لك ايه الميجرنج يونت بتاعت الماس، هتقول لي كيلو جرام، ولا هتقول لي 10 كيلو جرامز. هو كيلو جرام واحد صح. ميجرنج يونت اوف تايم هتقول لي سكند، ولا هتقول لي 100 سكند، هي 1 سكند. فمعنى كلمه يونت ان انا واخد واحد من الحاجه دي، واخد 1 كيلو جرام او 1 جرام، 1 سكند، 1 فولت، 1 امبير. طب لو خدت 1000 من الحاجه بتاعتي دي، لو خدت 1000 متر هنسميها كيلومتر. لو خدت 1000 جرام هنسميها كيلو جرام. برافو عليك. ال 1000 ده كان كام زيرو؟ كان 3 زيروز، يعني 10 باور 3. يبقى كيلو دي لما يكون معايا 1000 او 10 باور 3 من الحاجة. لو معايا كيلو جرام اعرف ان انا معايا 1000 جرامز. لو معايا كيلومتر اعرف ان انا مشيت 1000 متر. مش بس الجرام والمتر هم اللي ينطبق عليهم كلمة كيلو. انت لو عديت 1000 ثانية 1000 سكندز اسمها كيلو سكند. لو عندك على الانستجرام 5000 فولور، الانستجرام بيكتبها لك ايه؟ 5K كيلو، عشان كلمة كيلو معناها 1000. فانا بقى مش هقعد اكتب 3 اصفار واكتب مثلا 1000 او 10 باور 3، لا انا هشيلها على طول واكتب مكانها حرف واحد اللي هو الكي، معناها كلمة كيلو. نفس الكلام لو انا معايا مليون من الحاجة، المليون ده كام زيرو؟ 6 صح كده؟ 6 اهو، 10 باور 6. قال لك هنسميه ميجا، ام كابيتال. تلاقي مثلا محمد صلاح على الانستجرام عنده 42 مليون فولورز، فالانستجرام بيكتبها 42 ام صح كده. احنا بنقراها مليون صح عشان هي 6 صفار، بس هي مش معناها مليون، هي معناها ميجا، لان طبعا الانترنت والكمبيوتر والكلام ده كله فيزيكس، فبيقرا فيزيكس. يبقى كلمة ميجا اللي اختصارها ام كابيتال، وخلي بالك من الاختصارات دي واكتبها معايا عشان في الامتحان مش هيجيب لك المسألة ويكتب لك ميجا، هو هيكتب لك ام كابيتال، مش هيكتب لك كيلو، هيكتب لك كي. فانت عارف ان كيلو يعني انا خدت 1000 10 باور 3
ميجا خدت 1 مليون يعني 10 باور 6. طب لو خدت 10 باور 9 1000 مليون، قال لك دي اسمها جيجا، جي كابيتال. لو خدت واحد وقدامها 12 زيروز اللي هي 10 باور 12، قال لك دي اسمها تيرا. يبقى لو معايا مليون المليون اللي هم 12 صفر، احنا مش هنكتب ال 12 صفر ومش هنكتب 10 باور 12، انا هكتب رقم واحد اللي اسمه تيرا. يبقى كلمة تيرا انا كنت حاطط 12 صفر بس شلتهم كلهم وكتبت حرف واحد اللي هو حرف التي. ده لو معايا ارقام كبيرة قوي وكتبت السيمبل بتاعها. طب برضو نفس الكلام لو معايا رقم صغير قوي. لو انا قسمت المتر 100 حتة قد بعض، كل حتة هيبقى اسمها ايه؟ برافو عليك، اسمها سنتيمتر. معنى كده ان كلمة سنتي اللي اختصارها حرف السي، ان انا مقسم اليونت بقى 10 باور 2، مقسم اليونت 10 باور 2 او مقسمها 100 حتة قد بعض واختصارها حرف السي. قال لك برضو لو قسمتها 1000 حتة قد بعض اللي هي 10 باور 3، دي هيبقى اسمها ملي. وخلي بالي الملي ام سمول عشان الميجا ام كابيتال، الملي ام سمول عشان الميجا ام كابيتال. لو انا قسمت المتر مثلا، وخلي بالي ان السنتي والملي ما هماش بتوع المتر، ما هماش بتوع الجرام بس. انا ممكن اقول لك سنتي جرام، ممكن اقول لك سنتيمتر، ممكن اقول لك سنتي سكند، ممكن اقول لك سنتي فولت، معناها ان انا مقسمها ايه 100 حته قد بعض. ممكن اقول لك ملي متر، ملي جرام، ملي وات، ملي فولت. يبقى كلمه سنتي او ملي تنطبق زي ما اتفقنا على اي ميجرنج يونت. قال لك طب لو قسمتها مليون حته قد بعض اللي هي 10 باور 6 هنسميها مايكرو. بس ايه ده يا مستر؟ الميجا ام كابيتال، الملي ام سمول، المايكرو دي هنجيب لها سيمبل منين؟ قال لك هنحط لها حرف لاتيني اسمه ميو، وشبه الام كده بس هنشده من الناحيه دي شده صغيره، ده اسمه ميو، حرف لاتيني اسمه ميو، اختصار كلمه ميجا، واختصار كلمه مايكرو، اختصار لكلمه مايكرو اللي هو حرف الام اللي مشدود من تحت سنه دوت، ده اسمه ميو، حرف لاتيني اسمه ميو. نفس الكلام لو قسمتها 10 باور 9 هيبقى اسمها نانو. وخلي بالي النانو بتتكتب ان سمول، وساعات كده ممكن تلاقي وانت بتحل في اي كتاب تاني مكتوبه ان كابيتال، لان كده كده مفيش ان غيرها، فسواء كانت ان سمول او ان كابيتال هي كده كده النانو. قال لك مش بس كده، ده انت لو قسمتها مليون المليون اللي هي 10 باور 12 بقى اسمها بيكو. وعندي كمان لو 10 باور 15 هيبقى اسمها فيمتو، واختصارها حرف الاف. فيمتو طبعا احنا كلنا عارفين فيمتو سكند، ايوه، اللي هي اكني قسمت الثانيه 10 باور 15 جزء بس كلهم قد بعض، ساعتها هنقول على كل جزء فيهم ان اسمه فيمتو. يبقى دي كده لو انا معايا ارقام كبيره او اصفار كتير مش هقعد بقى اكتب الاصفار دي، انا هعبر عنها بسيمبل او بكلمه معينه. لو قلت لي كلمه كيلو اعرف ان انا واخد 10 باور 3 او واخد 1000 من الحاجه. لو قلت لي كلمه ميجا هعرف ان انا واخد 10 باور 6 او واخد منها مليون. طب لو انا بقى عايز احول كل واحده من دول لليونت هعمل ايه؟ ركز معايا بقى وشوف الطريقه الجميله دي. قال لك لو عايز تحول واتجاه التحويل بتاعك الناحيه دي فانت بتعمل ملتبلاي، انما لو عايز تحول من اي كلمه من دول واتجاه التحويل بتاعك كده فانت اتجاهك ده بيعبر عن الديفايدد. طب فاكرين الملتبلاي بيخلي الباور بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ يخلي الباور بالبوزيتيف، برافو عليك. انما الديفايدد كان يشقلب الباور ويخليه بالنيجاتيف. يعني لو مثلا قلت لك ديفايدد 10 باور 2 اهي، 2 ديفايدد 10 باور 2 دي كده عشان اطلع ال 10 باور 2 اخليها ملتبلاي كنا بنقلبها بالنيجاتيف. فاحنا طالما هنعمل ديفايدد ممكن اقول ديفايدد او اخلي الباور بالنيجاتيف على طول. طب تعال نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. يلا جهز كشكولك كده واكتب معايا. اكزامبل نمبر 1، لو قال لي مثلا 3 كيلو
جرامز equal كام جرام؟ اول حاجة سيادتك هتعملها هتكتب 3 times 10 وتعالى نشوف. انا عايز احول من كيلو لجرام لليونت نفسها. ادي الكيلو والجرام هنا في اليونت نفسها، يعني انا جاي من الكيلو رايح لليونت. اتجاه السهم دوت تبع المالتبلاي او الباور يفضل بالبوزيتيف ولا تبع الديفايدد والباور هيبقى بالنيجاتيف؟ برافو عليك، اتجاه انا رايح من الكيلو لليونت، يعني الباور يفضل بالبوزيتيف، صح كده؟ حلو. الكيلو باور كام؟ 3، يبقى 3 تايمز 10 باور 3. مش فاهم؟ تعال نشوف اكزامبل تاني. لو انا جيت قلت لك مثلا 3 بيكو متر ايكوالز كام متر؟ قلنا اول حاجه اكتبها 3 تايمز 10. تعال نشوف، انا عايز احول من بيكو متر للمتر نفسه. ادي البيكو والمتر ده في اليونت، يعني انا رايح لليونت، واخد بالك اتجاه السهم بتاعي اللي هو الباور هيبقى بايه؟ بالنيجاتيف. البيكو كانت باور كام؟ باور 12. خلصت كده، يبقى 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 12 من المتر، يبقى 3 بيكو مترز بتساوي 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 12 من المتر. طب تعالى ناخد اكزامبل تاني. لو انا جيت قلت لك مثلا 5 فولت equals كام تيرا فولت؟ تعال نشوف. اول حاجة اكتبها 5 times 10. تعال نشوف، انا جاي من الفولت وعايز اروح عند تيرا. جاي من الفولت اللي هو اليونت وعايز اروح عند التيرا. اتجاه السهم بتاعي دوت نفس اتجاه الباور اللي هيبقى بايه؟ بالنيجاتيف، يعني الباور هيبقى بالنيجاتيف. التيرا يا مستر نيجاتيف كام؟ يبقى نيجاتيف 12. خد الاكزامبل ده كده واعمل بوز حلو وشوف بعد كده الحل هيطلع صح ولا لا. لو انا عايز احسب نمبر 4 اهي، 5 مترز ايكوال كام مايكرومتر؟ من المتر للمايكرو. ها ماشي، اول حاجه اكتبها 5 تايمز 10. تمام، كتبت الرقم تايمز 10. انا جاي من المتر اللي هو اليونت نفسه رايح لمين؟ للمايكرو. المايكرو هنا اهو، يعني اتجاهي هيبقى من المتر للمايكرو اللي هو اتجاه مين؟ الباور يفضل بالبوزيتيف. المايكرو يبقى بوزيتيف كام؟ برافو عليك، يبقى بوزيتيف 6. يبقى انا كده قدرت احول من اي كلمه فيهم وارجعها لليونت او من اليونت لاي كلمه فيهم. طب افرض عايز بقى احول، معايا تيرا جرام مثلا عايز اعرف هما كام كيلو جرام، معايا مثلا جيجا بايتس عايز اعرف هما كام نانو بايتس. تعال نشوف، اكتب معايا يلا الاكزامبل اللي بعديه. قال لك ايه بقى؟ لو انا مثلا معايا 5 جيجا وات، عايز اعرف الجيجا وات دول فيهم كام كيلو وات. حلو، زي ما اتفقنا اول حاجة اعملها هكتب الرقم تايمز 10. مفيش مشكلة. انا عايز احول من الجيجا اروح للكيلو. ادي الجيجا وادي الكيلو، صح كده؟ يعني انا هاجي من الجيجا للكيلو، شايف اتجاه السهم؟ يعني الباور يفضل بايه؟ بالبوزيتيف، مش هحط نيجاتيف. تمام. الجيجا كانت 10 باور 9، الكيلو 10 باور 3. الجيجا والكيلو مش الاتنين في نفس الناحية دي، صح كده؟ على يمين اليونتس. لو الاتنين في نفس الناحية اعمل الباور ماينس 9 ماينس 3 6. بص اتحلت معاك في خطوة واحدة. عملت الباور ايه؟ ماينس عشان الاتنين في نفس الناحية. مش فاهم؟ تعال نشوف اكزامبل تاني. لو معايا مثلا 3 فيمتو سكند وعايز اعرف بيساوي كام ملي سكند، عايز احول من الفيمتو للملي. زي ما اتفقنا اول حاجة اكتبها 3 تايمز 10. تعال نشوف، انا عايز احول من الفيمتو للملي. الفيمتو هنا والملي هنا.
حلو، انا كده ماشي من الفيمتو للملي، ماشي من الفيمتو للملي، يعني الاتجاه بتاعي اتجاه الايه؟ النيجاتيف، يعني الباور يبقى بالنيجاتيف. الاتنين في نفس الناحية، الفيمتو 15 الملي 3، قلنا في نفس الناحية هعمل الباور ماينس 15 ماينس 3 يطلع ب 12. برافو عليك. تعال ناخد اكزامبل كمان. لو جيت مثلا قلت لي عايز اعرف 7 كيلو جرامز بيساوي كام جيجا جرام، اول حاجه اكتبها 7 تايمز 10. عايز احول من الكيلو للجيجا، اتجاه السهم بتاعي ماشي مع اتجاه الايه؟ النيجاتيف، يبقى الباور هيبقى بايه؟ بالنيجاتيف. الاتنين في نفس الناحيه، الكيلو 3 والجيجا 9، قلنا طالما في نفس الناحيه اعمل الباور ماينس 9 ماينس 3. برافو عليك، هتديني 6. فطلعت 7 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. يبقى اكتب عندك كده المعلومه دي عشان ما تنساهاش. لو الاتنين في نفس الناحيه هعمل الباور ماينس، يعني هعمل الباورات لايه؟ ماينس بعض. طب لو واحد على اليمين واحد على الشمال، يعني عايز اجي احول من الجيجا للنانو او احول من البيكو للكيلو، هعمل ايه؟ ركز معايا. قال لك ساعتها هتعمل الباور، هنا كنا بنعمل ماينس، ساعتها هنعمل الباور بلس. يعني مثلا اكزامبل نمبر 8، لو عايز احول 5 كيلو جرام، عايز اعرف بتساوي كام نانو جرام. قلنا اول حاجه اكتبها 5 تايمز 10. الكيلو هنا والنانو هنا، اتجاهي بوزيتيف هيفضل بوزيتيف. لو واحد على اليمين وواحد على الشمال هنعمل الباور بقى المره دي بلس. 3 بلس 9 ب 12، فبقت 5 تايمز 10 باور 12. يبقى دي اسهل طريقه ان احنا نحل بيها. لو الاتنين في نفس الناحيه هعمل الباور ماينس، يعني من التيرا للميجا، التيرا للكيلو، السنتي للبيكو، والفيمتو للملي، الاتنين على اليمين او الاتنين على الشمال. انما لو بحول من حاجه لليمين لحاجه على الشمال بعمل الباور بلس. وطبعا البوزيتيف والنيجاتيف كده كده بيتحدد من الاتجاه بتاعي حسب انا ماشي من مين رايح عند يونت تانية اسمها ايه. تعالى كده نشوف اكزامبلز اللي عندنا في الكتاب ونشوف هنحلها ازاي. بس قبل ما نشوف الاكزامبلز اللي في الكتاب، تعالى اقول لك طريقه لذيذه كده هنشتغل بيها على الكالكوليتور اسهل من السنين اللي فاتت كلها. كنت انت بتيجي السنين اللي فاتت عايز مثلا تكتب على الكالكوليتور بتاعتك 2 تايمز 10 باور 5، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتيجي على الكالكوليتور بتكتب 2 بعدين تايمز وتكتب 10 وتيجي على الزرار بتاع الباور وتكتب 5، صح كده؟ فتطلع لك اللي هي 200,000. لا، احنا بقى هنشتغل على طريقه اسرع شويه. قال لك انا هكتب 2 وفي زرار جنب كلمه انسر، هتلاقي الزرار دوت مكتوب عليه تايمز 10 باور. هو بيقول لك تايمز 10 باور على طول، يعني انت اكتب لي باور بس اللي هو 5. يبقى انا عملت ايه؟ 2 وفي زرار هو بيكتب تايمز 10 باور وكتبت الباور بس اللي هو 5. هتلاقي الكالكوليتور طلعت لك برضو ال 200,000 بتوعك. طب افرض الكالكوليتور مطلع لي رقم كبير وانا عايز اعرف هو باور كام او تايمز 10 باور كام. عكس العمليه دي هتلاقي في زرار جنب كلمه ريسايكل كده اسمه ENG. الزرار دوت بيعبر او اختصار كلمه انجينيرنج، يقدر يرجع لك الرقم تاني لو دوست عليه يقول لك هي كانت 10 باور كام. يبقى اقدر على طول لو طلع لي رقم كبير على الكالكوليتور ودوست على زرار ENG دوت، هو يعبر لي عنها بالستاندرد فورمولا ويقول لي هي 10 باور كام. يبقى زي ما اتفقنا 2 والزرار اللي جنب انسر يعني تايمز 10 باور، واكتب الباور على طول اللي هو ال5، فطلعت لي الرقم الكبير. طب الرقم الكبير ده انا عايز اعرف هو تايمز 10 باور كام. دوس على مين؟ ENG، اختصار كلمه انجينيرنج، دي ترجع لي الايه؟ الباور تاني. تعالى بقى نحل المسائل او الاكزامبلز على الجزئيه دي ونشوف هنقدر نحول ما بين اليونتس ازاي. تعالى كده نشوف اكزامبل نمبر 1 عندك في الكتاب. بيقول لي the electromotive force of a battery
was 9 volts. ده بيساوي كام؟ مايكرو فولت. يعني عايز احول من الفولت للمايكرو فولت. لو انت فاكر السكيل بتاعنا كان موجود اهوت، كانت الفولت هي اليونت نفسها، المايكرو كانت هنا 10 باور 6. يعني انا عايز احول من الفولت للمايكرو فولت. فاكرين السهم الاتجاه ده كده ايه؟ الباور يفضل بالبوزيتيف، صح كده؟ بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 6. يبقى اول حاجه هكتبها 9 تايمز 10 زي ما اتفقنا. بعدين اشوف الباور اتجاهي بوزيتيف هسيبه بوزيتيف زي ما هو. المايكرو كانت 6 يبقى بوزيتيف 6. تعالى ناخد اكزامبل كمان. لو قال لي 52 سكند عايز اعرف هي بيساوي كام كيلو سكند. اول حاجه هعملها هكتب 52 تايمز 10. عايز احول من السكند اللي هي اليونت نفسها للكيلو. السكند اللي هو تبع اليونت نفسها المره دي عايز احوله للكيلو اللي هو 10 باور 3. يعني انا عايز احول من اليونت للكيلو. بص بقى السهم الجديد دوت اتجاهه فين؟ في اتجاه النيجاتيف بتاعنا، صح؟ يعني الباور هيبقى بالنيجاتيف. الكيلو كانت باور كام؟ باور 3، يبقى نيجاتيف 3. يبقى انا كده قدرت فعلا ان انا اخليها تايمز 10 باور نيجاتيف 3، او عرفت ان 52 سكند اكنها 52 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 لو انا بتكلم عن الكيلو سكند. تعال نشوف اكزامبل كمان. The mass of a water drop is 0.05 جرام. عايز اعرف هي كام تيرا جرام. زي ما اتفقنا اول حاجه هكتبها 0.05 تايمز 10. وبعدين نشوف التحويله. انا عايز احول من جرام اللي هي اليونت نفسها للتيرا. زي ما اتفقنا التيرا كانت موجوده الناحيه دي 10 باور 12، فانا جاي من الجرام رايح للتيرا. اتجاه السهم دوت اللي هو كان نيجاتيف، واخد الرقم اللي فوق التيرا اللي هو 12، يبقى نيجاتيف 12. تعال نشوف اكزامبل كمان. بيقول لي the radius of atom is 10 مايكرومتر. عايز اعرف هي كام ميجا متر. اول حاجه هعملها هكتب 10 تايمز 10 وابتدي اشوف لما اجي احول من المايكرو اللي هو 10 باور 6 عايز اروح للميجا اللي هي كانت هنا برضو 10 باور 6. واخد بالك انت جاي من الشمال رايح لليمين، يعني اتجاهك نيجاتيف. برافو عليك. وقلنا لو واحد على يمين اليونت وواحد على شمال اليونت هعمل للباور ايه؟ هعمل للباور بلس 6 بلس 6 تديلي فعلا 12. لو عايز احول 18 كيلو جرام عايز اعرف بيساوي كام بيكو جرام. تعال نشوف. اول حاجه اكتبها 18 تايمز 10. عايز احول من كيلو لبيكو. عايز احول من كيلو لبيكو. تعال نشوف. الكيلو كانت 10 باور 3 الناحيه دي، البيكو كان موجود الناحيه دي تايمز 10 باور 12. انا جاي من كيلو رايح للبيكو. شايف اتجاه السهم؟ الباور هيفضل بالبوزيتيف. برافو عليك. واحد على اليمين واحد على الشمال هعمل الباور، برافو عليك، هعمل بلس. يبقى 3 بلس 12 15. يبقى كأنها 18 تايمز 10 باور 15. تعال نشوف اكزامبل كمان. لو انا عندي مثلا 25.6، خلي بالك بقى من الكلمة دي. هي اليونت دي ايه؟ مش متر، لا. المتر السنة دي مش هيتكتب ام كده لوحده، عشان عندنا الام سمول دي مين؟ ملي. يبقى دي ملي سكند. لو انا عايز احول 25.6 ملي سكند لفيمتو سكند، اول حاجة اكتبها 25.6 تايمز 10. وبعدين اشوف لو عايز احول من الملي للفيمتو. لو رسمت السكيل بتاعك كانت اليونت هنا اهي، الملي كان 10 باور 3، الفيمتو كانت 10 باور 15. انا عايز احول من الملي للفيمتو، يعني جاي من هنا لهنا. برافو عليك، الاتجاه يفضل بوزيتيف. والاتنين في نفس الناحية على شمال اليونت كنا بنعمل للباور ماينس 15 ماينس 3 فتديلي فعلا 12. طب عايز احول 20 تيرا بايتس اعرف هي كام كيلو بايتس. يلا حل كده ومعايا وقول. اول حاجة اكتبها 20 تايمز 10. كتبت 20 تايمز 10. عايز احول من تيرا لكيلو. التيرا كانت اخر واحدة هنا 10 باور 12، الكيلو كانت 10 باور 3. جاي من التيرا
للكيلو، فعلا اتجاهي بوزيتيف يعني الباور هيفضل بالبوزيتيف. ماشي، والاتنين في نفس الناحية هعمل للباور، برافو عليك، ماينس، يبقى 12 ماينس 3 يبقى 9. يبقى اكن 20 تيرا هرتز او 20 تيرا بايتس equal 20 times 10 باور 9 كيلو بايتس. تعال نشوف اخر اكزامبل. 2.13 سنتيجرام، عايز احولها للنانو جرام. قلنا اول حاجه اكتبها الرقم بتاعي 2.13 times 10. عايز احول من السنتي للنانو. السنتي كان هنا 10 باور 2، النانو كانت هنا 10 باور 9. اتجاهي من السنتي للنانو يعني الباور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تمام، الباور هيفضل بالبوزيتيف. السنتي كان باور 2 والنانو باور 9، والاتنين في نفس الناحيه، كنا نعمل الباور ماينس 9 ماينس 2 تدي لي كام؟ 7. يبقى انا كده شفت التحويلات، ان انا ازاي احول الكلمه لليونت نفسها او ازاي احول من واحده للتانيه. قال لك هل هي بتيجي كده بس في الامتحان؟ لا طبعا، ما هو برضو مش هتجيلك مباشره بالطريقه دي. هي طبعا بتيجي مباشره كده ساعات، بس مش ده اللي احنا عايزين نوصل له. افرض جه قال لي ووتر تانك اوف كاباسيتي 9 كيوبيك سنتيمتر، عايز احولها لكيوبيك جه قال لي مثلا ووتر تانك اوف كاباسيتي 9 كيوبيك متر وعايز احولها لكيوبيك سنتيمتر. هشتغل نفس الشغل بتاعي، يعني عندي السكيل بتاعي المتر موجوده في اليونت نفسها، عايز احولها للسنتي اللي هي 10 باور 2. هشوف اتجاهي الباور يفضل بايه؟ بالبوزيتيف، يبقى 9. ولما احول من متر لسنتيمتر 10 باور كام؟ 10 باور 2. خد بالك بقى من الحته الجايه دي، هي كانت متر بس ولا كيوبيك متر؟ كانت سنتيمتر بس ولا كيوبيك سنتيمتر؟ كانت كيوبيك. الكيوب دوت ما يتحطش غير على الباور بس او على التحويله بس، ماليش دعوه بالرقم، ماليش دعوه بالناين، انا هحطه على التحويله بتاعتي فقط. يبقى 9 كيوبيك متر ايكوال كام كيوبيك سنتيمتر؟ انا حولت عادي اكني بحول من متر لسنتيمتر اللي هي 10 باور 2، بس ما انساش الكيوب بتاعي اللي هو باور 3. هتطلع 10 باور كام؟ 10 باور 6. يبقى 9 تايمز 10 باور 6. تعالى كده حل برضو معايا دي. بيقول لي الجاس سلندر اوف اريا 15 سنتيمتر سكوير، ادي 15 تايمز 10. عايز احولها لنانومتر سكوير، من السنتي للنانو. السنتي اهو 10 باور 2 والنانو هنا كان 10 باور 9. انا رايح من السنتي للنانو يعني اتجاه الباور يفضل بوزيتيف. الاتنين في نفس الناحيه، بعمل الباور ماينس 9 ماينس 2 تديني 7. بس هي ما كانتش سنتيمتر، كانت سنتيمتر سكوير، ما كانتش نانومتر، كانت نانومتر سكوير. يبقى السكوير ده يتحط على مين؟ على التحويله بس، على التحويله بس. فهتطلع 15 تايمز 10 باور 14. ودي كده اللي اسمها ستاندرد فورمولا، او ان انا ازاي اعبر عن الارقام الكبيره، لا اما ب 10 باور لا اما اعبر عنها بكلمه ورد غطاها، سواء كانت كيلو، ميجا، جيجا، تيرا، ايا كان، وانا افهم الكلمه دي معناها ايه. طيب تعال نشوف اكزامبلز بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده كله، ولو جالنا سؤال في الامتحان او حب يحور علينا في الامتحان ممكن يلعب في الاسئله دي ازاي. اكزامبل مثلا نمبر 1 بيقول لي 86.2 سنتيمتر، عايز اعرف بتساوي مين من دول. هنا هو مديني اختيارات، مديني مره متر، كيلومتر، مليمتر، مايكرومتر، صح كده؟ يعني انا مضطر احول للمتر، لو ما طلعتش هي يبقى غلط، هجرب الكيلومتر، ما طلعتش هي تبقى غلط، هجرب المليمتر، هجرب المايكرومتر لغايه ما اوصل للاجابه الصح. على عكس السؤال اللي بعديه، لو خدت بالك الاختيارات كلها متر، فانا هحول تحويله المتر واشوف ايه الاجابه الصح على طول. بس هنا طالما هو كاتب كل دول يبقى انا لازم احول كل مره واشوف لغايه ما اوصل للاجابه الصح بتاعتي. يعني مثلا لو حبيت احول 86.2 من سنتيمتر لمتر، ادي 86.2 تايمز 10، وادي السكيل بتاعنا. لو انا عايز احول من سنتي لمتر، طبعا متر تبع اليونت نفسها، السنتي كان ايه؟ 10 باور 2. من السنتي للمتر اتجاه الباور كده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ برافو عليك، نيجاتيف.
والسنتي هحط الباور كام؟ 2 يبقى نيجاتيف 2. بس استنى، ايه ده يا مستر؟ دي 86.2 انما دي 8.62 صح كده؟ معنى كده ان الاختلاف هنا البوينت عندي طالعه لي هنا، بس هو في الاختيارات حاططها يعني محركها مره شمال. فاكرين مره شمال الباور ايه؟ يزيد، يبقى 8.62 تايمز 10 باور نيجاتيف 1. هل دي هي دي؟ لا، يبقى اول اجابه عندي غلط. يبقى خدت بالك بقى احنا اتعلمنا في الاول ليه ان انا احرك البوينت سواء يمين وشمال؟ لان مش دايما الاجابه اللي انت مطلعها هي اللي هتلاقيها على الاختيارات بتاعتك او موجوده في الاختيارات بتاعتك، بس لازم انت تبقى عندك فلكسبيليتي كده ان انا احرك البوينت ابقى عارف ان الرقم ده هو ولا رقم مختلف عنه. زي مثلا لما اجي احول من السنتي بقى للكيلو اهي 86.2 تايمز 10. عايز احول من سنتي لكيلو، السنتي 10 باور 2، الكيلو 10 باور 3 الناحية التانية. برضو اتجاه السهم بتاعي هيخلي لي الباور بالنيجاتيف. السنتي على اليمين الباور 2، الكيلو على الشمال الباور 3. 2 بلس 3 ب 5. هل دي هي اللي فوق؟ لا، دي اللي فوق برضو 8.62، يعني هحرك البوينت مرة شمال عشان اخليها 8.62. ولما احرك البوينت شمال الباور يزيد 1 يبقى 10 باور نيجاتيف 4. ايه ده؟ دي زيها، يبقى هي دي. شوف في الاول انت كنت مطلعها ازاي والاختيارات محطوطة ازاي. فخلي بالك ان انت تبقى عندك مرونة ان انت تحرك البوينت سواء كانت على اليمين او على الشمال، لان مش دايما الاجابة او الاختيارات هتطلع زي ما انت مطلعها او حاسبها على الكالكوليتور بالظبط. هتضطر ان انت تحرك البوينت يمين او شمال. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي if the radius of hydrogen atom 0.053. الكلمة دي اختصار ايه؟ حرف ال N، نانوميتر. فهو عايز يعرف هي equivalent لمين بالميتر في الكلام ده كله. عايز احولها لميتر. طبعا كان الميتر زي ما اتفقنا ده يونت، النانو كانت الناحية دي 10 باور 9، اتجاهي كده يخلي لي الباور نيجاتيف، يعني نيجاتيف 9. يعني لو عايز احول 0.053 تايمز 10 هحط الباور، برافو عليك، نيجاتيف 9. دي كده بالنانوميتر، حولتها من النانوميتر للميتر. طب تعال نشوف هل الاختيار الاولاني 0.053 ولا 0.53 على طول؟ معنى كده ان هو مخلي البوينت تتحرك مرة يمين، ولما حرك البوينت يمين الباور يقل. حركته مرة يقل 1، النيجاتيف 9 تقل 1 تبقى نيجاتيف 10. ايه ده؟ دي الإجابة الصح طلعت على طول. بس استنى، ده في all the previous، يعني ممكن يطلع الإجابات كلها صح. فأنا في الحالة دي هجرب تاني واحدة. والله تاني واحدة طلعت صح هي كمان، يبقى أكيد all the previous، مش مضطر أجرب التالتة. إنما لو طلعت غلط برضو خلاص يبقى مش all the previous، هي أول إجابة بس، وبرضو مش مضطر أجرب التالتة. تاني مرة هو حاطط البوينت نقلها كمان مرة يمين ما بين ال5 وال3، ولما البوينت تتحرك يمين الباور يقل 1، النيجاتيف 10 تبقى نيجاتيف 11. برافو عليك. دي ايه ده؟ دي طلعت صح هي كمان، يبقى من غير ما تجرب حتى لو حركت البوينت تاني هتقل تاني. يبقى فعلا الإجابة بتاعتي all the previous، أو الإجابات كلها تنفع عندي. تعال نشوف الإكزامبل اللي بعده. بيقول لي عندي خزان كبير، الكاباستي اللي هي السعة بتاعته زي الفوليوم كده 1 كيوبيك متر، ومعاه شوية ازايز، كل ازازة منهم 10,000 كيوبيك سنتيمتر. عايز اعرف كام ازازة بتملى الخزان ده. جيت قلت لك انا معايا مثلا خزان الكاباستي او الفوليوم بتاعه 5 لتر، 5 لتر، ومعايا ازايز كل ازازة لتر. كام ازازة يملوا الخزان؟ 5 ازايز صح. عملت ايه؟ عملت التوتال فوليوم ديفايدد باي الفوليوم الصغير بتاع كل ازازه عشان اعرف كام ازازه يملوه. نفس الكلام انا هطبقه، هعمل التوتال فوليوم بتاع التانك ديفايدد باي الفوليوم بتاع الازازه الواحده عشان اعرف انا هحتاج كام ازازه. صح كده؟ اهو 1 كيوبيك متر ديفايدد باي 10,000 كيوبيك سنتيمتر، واشوف بقى الناتج هيطلع. بس خلي بالي ما اقدرش اعمل بلس وماينس، ما اقدرش اعمل ملتبلاي وديفايد لو هما الاتنين مختلفين عن بعض. يعني ما اقدرش اقول متر ديفايدد سنتيمتر،
كيلو جرام ديفايدد بيكو جرام، لازم الاتنين يبقوا زي بعض، لا اما الاتنين كيلو جرام لا اما الاتنين بيكو جرام، لا اما اخليهم هما جرام وخلاص. نفس الكلام عندي هنا، ما ينفعش اعمل كيوبيك متر ديفايدد كيوبيك سنتيمتر، لازم الاتنين يبقوا نفس اليونت. يعني ممكن احول من متر لسنتي واشتغل عادي، او احول من السنتي لمتر واشتغل عادي، المهم ان الاتنين يبقوا نفس اليونت. شوف الاسهل ليك هنعمله ايه رأيكم؟ نحول ماشي من متر لسنتيمتر، عشان احول المتر لسنتي كانت 10 باور 2، برافو عليك. ومنساش الكيوبيك يبقى اول باور 3، وتحت ال 10000 هتفضل زي ما هي. يبقى عندي فوق خليتها كيوبيك سنتيمتر وتحت كيوبيك سنتيمتر، خلاص انا مش محتاج حاجة تاني، الاتنين نفس اليونت. هبتدي احسبها على الكالكوليتر، هلاقي الاجابة طلعت معايا اللي هي نمبر دي 100. يبقى عشان اعمل مالتيبلاي وديفايد، عشان اعمل بلس وماينس، ما ينفعش اعمل لهم الاوبريشن بتاعتي دي وهم مختلفين عن بعض، لازم الاتنين يكونوا نفس الايه اليونت. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي if x equals 10 جرام y equal 10 كيلو جرام، عايز the value of x plus y، عايز اعرف x plus y هتطلع بكام. هل ينفع اعمل جرام بلس كيلو جرام؟ لا، لازم الاتنين يبقوا نفس اليونت، لا اما الاتنين جرام لا اما الاتنين كيلو جرام. بس انا بالنظر هنا ممكن اخد بالي من حاجة، ممكن اخد بالي ان انا عشان احول كيلو جرام لجرام هيطلع الناتج 10000. هل في الاختيارات رقم فيه 10000؟ صح؟ خلاص، يبقى بالنظر كده انا عرفت ان انا مش هحول الكيلو، انا هحول الجرام. يعني اي اجابة فيها كيلو جرام هي دي اللي هتنفع معايا، انما الاجابات اللي فيها جرام مش هتنفع معايا. ليه؟ لان ما فيهاش 10000، صح كده؟ يبقى انا اول حاجة عرفتها ان انا مطالب احول من جرام لكيلو جرام. من جرام لكيلو جرام، الجرام اللي هو اليونت نفسها، والكيلو كان 10 باور 3، ففعلا تبقى 10 باور نيجاتيف 3، فتديني 0.01. كده انا حولت الاكس خليتها بالكيلو جرام. اقدر دلوقتي اعمل اكس بلس واي ولا لا؟ لان الاتنين بقوا الميجرنج يونت بتاعتهم كيلو جرام. الاكس لسه مطلعينها 0.01، الواي هو قايل لي 10، فهيطلع فعلا الناتج 10.01 كيلو جرام، اللي هي الاجابه نمبر سي. يبقى انا عشان اعمل بلس وماينس، عشان اعمل مالتيبلاي وديفايدد، لازم الاتنين يكونوا نفس الايه اليونت. اقلب معايا الصفحه كده، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي a book is 500 grams which of the following is not specified in the previous measurement. ايه الحاجه اللي انا مش قايلها في الجمله دي؟ هل انا مش قايل the quantity measured، الفيزيكال quantity اللي انا قلتها، ولا الاوبجكت involved، الحاجه اللي انا قستها، ولا the unit of measurement، ما قلتش measuring unit، ولا the value of the measurement، القيمه اللي انا طلعت لي. تعالى كده ناخدها من الاخر للاول. الفاليو، هل هو قال لي الفاليو ولا لا؟ قال لي 500، يبقى مش الفاليو، هو الفاليو قال هو عايز حاجه ما اتقالتش. the unit قال لي جرامز، دي الميجرنج يونت. the object قال لي ايه بوك، قال لي الكتاب، لكن ما قالش quantity measured، ما قالش ايه الفيزيكال quantity. هو المفروض يقول لي the mass of the book is 500 جرام، لان الماس هنا هو الايه الفيزيكال quantity. يبقى هو فعلا في الجمله دي ما ذكرش الفيزيكال quantity اللي هي اسمها الماس. which of the following is the number of hertz in gigahertz. ايه الجيجا هرتز؟ فيها كام هرتز؟ لو حولت من الجيجا لليونت نفسها تبقى 10 باور كام؟ برافو عليك، 10 باور 9، اللي هي الاجابه نمبر دي. بيقول لي في السؤال اللي بعده ناسا سبيس ايجنسي، وكالة ناسا للفضاء is connecting with the astronaut، بتتواصل مع رواد الفضاء بتوعها through radio waves، عن طريق موجات راديو. if the time taken between the transmission from earth and receiving on the moon، الوقت ما بين ما الارسال طلع من الارض لغايه ما وصل للقمر كان 1.28 سكند. وقال لي ان السبيد اوف راديو ويفز 3 times 10 باور 8 متر بير سكند. عايز يعرف الديستانس كفرد او الديستانس بتوين ايرث اند مون، المسافه ما بين الارض والقمر. خدنا السنه اللي فاتت طبعا المثلث المشهور بتاعنا، وهناخده تاني السنه دي، بتاع السبيد كان الديستانس والسبيد والتايم تحت. يعني لو عايز احسب الديستانس ايكوال سبيد تايمز
تايم. برافو عليك. يبقى distance equal speed times time. السبيد هو قال لي 3 times 10 باور 8، يبقى 3 times 10 باور 8 متر بير سكند، والتايم 1.28 سكند. سكند وسكند خلاص يبقى هينفع اهي 1.28. بس كده الديستانس هتطلع الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ متر، صح كده؟ هتحسبها على الكالكوليتر هتلاقيها 384 تايمز 10 باور 6 متر. بس انا الاختيارات عندي كلها ايه؟ كيلومتر، صح كده؟ عشان احول من متر لكيلومتر 10 باور نيجاتيف 3 اعمل الكلام ده تايمز 10 باور نيجاتيف 3، ففعلا هلاقي الباور يقل 3 اللي هي الاجابه نمبر بي 384 تايمز 10 باور 3. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي بيس اوف داست، تراب، الماس بتاعته 0.0065 جرامز. وات از ذا ماس اوف ذا بيس اوف داست. عايز الماس بتاعت الداست دي بس لما تبقى على صوره 6.5، يعني قال لي حرك الايه؟ البوينت، خلاها بدل ما هي موجوده الناحيه دي هتتنقل ما بين ال6 وال5. اتنقلت مره يمين، مرتين يمين، 3 يمين، ولما بحرك يمين الباور يقل، فلما احرك يمين هتبقى 6.5 تايمز 10 باور كم مره؟ 3، يبقى نيجاتيف 3. تعالى كده بقى نشوف السؤال دوت، سؤال لذوذ قوي. بيقول لي ايه؟ which of the following quotient. كلمة quotient اكنه بيقول لي اعمل divided يعني pairs has the smallest magnitude. بيقول لي بيكومتر divided كيلومتر، نانومتر divided تيرامتر، سنتيمتر divided مايكرومتر، ميجامتر divided سنتيمتر. مين دول الديفايد اللي يديني اقل فاليو او اقل قيمه عندي؟ تعال نشوف. انا ينفع اعمل ديفايد ومالتبلاي وهم غير بعض كده، بيكو مع كيلو؟ احنا اتفقنا لازم يكونوا نفس اليونت. ينفع سنتي مع مايكرو؟ اتفقنا ان هم برضو لازم يكونوا نفس اليونت، صح كده؟ واصلا عشان اقارن كل دول مع بعض انا مش هقدر اقارن السنتي مع المايكرو، برضو عشان اقارنهم لازم يبقى كله نفس اليونت. طب انا واخد بالي ان كله سنتي متر، مايكرو متر، ميجا متر، صح كده؟ يبقى اسهل حاجه واسلم حاجه ان انا احول كله لمتر اللي هي اليونت الاصليه، وابتدي اشوف الديفايد يطلع كام واقدر اقارن براحتي. تعال نشوف. بيكو متر، عشان احول من بيكو للمتر اللي هو اليونت نفسه، البيكو كانت 10 باور 12 ورايح ناحيه المتر، الاتجاه ده يخلي الباور بايه؟ بالنيجاتيف. نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 12. يبقى بيكو متر اكنها 10 باور نيجاتيف 12 ديفايدد كيلومتر، الكيلو يعني 10 باور 3. عشان احوله للمتر اتجاهي بوزيتيف، يبقى ديفايدد 10 باور 3. هعملها على الكالكوليتر او بدماغي نيجاتيف 12 ماينس 3 تديني نيجاتيف 15. تعال نشوف اللي بعدها. انا هضطر احسب كله عشان اشوف ذا سمولست ماجنتيود او اقل ماجنتيود زي ما هو بيقول لي. لو عايز احسب نانو متر، النانو كان موجود الناحيه دي 10 باور 9 اتجاهي نيجاتيف، يعني الباور يبقى بالنيجاتيف نيجاتيف 9. تيرا متر، التيرا كان موجود الناحيه دي 10 باور 12 واتجاهي طبعا بوزيتيف، يبقى ديفايدد 10 باور 12. 10 باور نيجاتيف 9 ديفايدد 10 باور 12 لو حسبتها او على الكالكوليتر 10 باور نيجاتيف 21. تعال نشوف اللي بعده. السنتي هنا كان 10 باور 2 ورايح للمتر يعني اتجاهي نيجاتيف، يبقى 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد المايكرو كان الناحيه دي 10 باور 6، صح كده؟ ورايح للمتر يعني 10 باور نيجاتيف 6، فهتطلع معايا 10 باور 4. تعالى الميجا. ميجا كانت هنا اهي 10 باور 6 اهي 10 رايح لليونت نفسها متر، يعني هيفضل بالبوزيتيف يبقى 10 باور 6 ديفايدد احنا اتفقنا السنتي 10 باور نيجاتيف 2. هتعملها على الكالكوليتر هتديك 10 باور 8. كده يبقى مين السمولست فاليو؟ مين اصغر؟ 10 باور نيجاتيف 15، 10 باور نيجاتيف 21، 10 باور 4، 10 باور 8. برافو عليك، هتديني ذا سمولست فاليو اللي هي نمبر بي 10 باور نيجاتيف 21 نانومتر ديفايدد تيرا متر. يبقى احنا كده النهارده خدنا لغايه دلوقتي measurement process، عمليه القياس. عرفنا ايه هي الاليمنتس اوف measurement process، ان لازم احدد الفيزيكال كوانتيتي، وعرفنا انواعها fundamental وديرايفد.
لازم احدد الميجرنج تول اللي هستخدمها، اللي بناء عليها بعد كده احدد الميجرنج يونت. وشوفنا لو الارقام طالعه معايا كبيره او صغيره ان انا ازاي احولها ل 10 باور اللي سميناها ستاندرد فورمولا. وبعد ما كمان عملنا الستاندرد فورمولا حولناها الكلام اللي هي الميجا والسنتي والتيرا والبيك. واخر حاجه النهارده عندنا في السيشن بتاعنا قال لي اسمها ستاندرد يونت. ستاندرد يونت. جينا احنا في مصر رحنا قلنا للصين، يا صين عايزين مثلا 20,000 طن قمح. فالصين قالوا لنا خلاص ابعتوا لنا مليار جنيه مثلا، يعني بعتنا لهم مليار جنيه وبعتوا لنا القمح. المفروض احنا عايزين منهم 20,000 طن قمح. جينا نوزنه عندنا لقيناهم 18,000 طن مش 20. ايه ده؟ هم الصين نصابين، نصبوا علينا في ال 2000 طن دول؟ قال لك لا، اتصلنا بيهم يا عم صين الحق ده القمح ناقص. ازاي يا جدعان؟ رجعوا لنا فلوسنا. قال لك هات القمح كده نشوفه ناقص ازاي. رجعناه لهم تاني، وزنوه عندهم لقوا فعلا 20,000 طن. نيجي نوزنه عندنا نلاقيه 18,000 طن. ايه يا عم في ايه؟ هو عندك الميزان غير عندي؟ لا ده كده في ميزان عندنا احنا الاتنين بايظ، يا الميزان بتاعك يا الميزان ايه؟ بتاعنا. طب مين بقى اللي يقول لي مين اللي الميزان بتاعه بايظ او يظبط لنا الميزانين مظبوطين ونشوف مين الصح ومين الغلط؟ قال لك ستاندرد يونت. ستاندرد يونت. لو انت الكيلو جرام الحديده دي اللي عند الراجل بتاع الميزان بيوزن بيها شاكك ان هي 1 كيلو جرام وعايز اظبطها، لا انا عندي كيلو جرام سليم هيفضل طول عمره 1 كيلو جرام، تعال اظبطه عليه. بستخدمها تو كاليبريت ذا يونت عشان اظبط بيها اليونت. يبقى كلمه ستاندرد يونت، انا عامل يونت ستاندرد العالم كله، كل دوله عندها الستاندرد بتاعها، ولو الستاندرد بتاعك باظ هقول لكم دلوقتي هنروح نظبطه فين. لو شكيت ان المسطره دي ما بقتش متر، في ستاندرد اقيس عليه اشوفها متر ولا لا. شكيت ان الماس بتاعتي دي مش 1 كيلو جرام، في ستاندرد هروح اظبط عليه اشوفه 1 كيلو جرام ولا لا. تعال نشوف ايه حكايه الستاندرد يونتس دي. قال لك عملنا ستاندرد لللينث، طبعا الميجرنج يونت بتاعته كانت متر فسميناها ستاندرد متر. وعملنا ستاندرد للماس، طبعا اليونت بتاعته اسمها كيلو جرام فبقى اسمها ستاندرد كيلو جرام. ستاندرد لينث او ستاندرد متر جابوا رد او ساق حديد معدن كده، يعني هنقول لكم ايه المعدن ده دلوقتي، وعملوا فيها تو engraved marks علامتين. قال لك يا عم المسافه بين العلامتين دول هتفضل طول عمرها 1 متر. المتر اللي في بلدكم باظ تعالى قيسوا على المسافه بين العلامتين دول. ومش اي رد، دي رد made of platinum and iridium alloy. كلمه alloy يعني سبيكه، سبيكه من معدنين اسمهم بلاتينيوم وإيريديوم. يعني ايه اصلا سبيكه او الوي؟ كنتوا خدتوها قبل كده، اللي هي انا جايب اكتر من ميتال او اكتر من معدن عامل لهم ميلتنج مسيحهم على بعض فاداني معدن جديد بصفات جديده، زي ما خدته قبل كده النيكل كروم، الكبر جولد. ليه الذهب بنحط عليه كبر مثلا؟ عشان نحسن الصفات بتاعته. لو انت تسمع عن الذهب موجود منه عيار 18 24 21، ايه اللي يفرقهم؟ اللي يفرقهم نسبه الذهب مع نسبه الكبر او النحاس اللي موجود فيه. طب ليه اصلا بنحط الكبر دوت؟ عشان نزود الكواليتي بتاعت الذهب، ما يسحش بسرعه. لو بستخدمه في فرن مثلا او كذا ما يسحش من ايدي. الكبر هو اللي يخليه ماسك نفسه، يخليه يدي اللون الاصفر بتاعه ده ألمع او يدي الوان اكتر، فبيحسن الصفات بتاعته. نفس الكلام احنا عملنا الوي سبيكه من البلاتينيوم والإيريديوم، دول اتنين معدنين برضو سيحتهم على بعض فادتني صفات احسن بكتير من كل معدن لوحده. وهنعرف دلوقتي ايه الصفات دي. قال لك دي مش بس كده، احنا حفظناها عند 0 ديجري سيليزيوس في متحف القياسات والاوزان اللي موجود في فرنسا او في باريس. وقلنا المسطره دي المسافه بين العلامتين دول هتفضل 1 متر طول عمرها. لو المتر اللي في بلدكم باظ تعالى ايه قيسوا عليه. نفس الكلام بالنسبه للكيلو جرام. عملنا السلندر او اسطوانه كده ليها دايمنشنز معينه من نفس الاتنين معدنين دول او الالوي بتاعتي دي، وليها طبعا سبيشال دايمنشنز او سبيسيفيك دايمنشنز ابعاد معينه من نفس المعدنين اللي هم البلاتينيوم والإيريديوم. قال لك الاسطوانه دي هتفضل الماس بتاعتها 1 كيلو جرام عمرها ما هتبوظ. لو الكيلو جرام اللي في بلدكم باظ تعالى اظبطوا عليه عشان نبقى عارفين مين الصح ومين
الغلط. طب اشمعنى المعدنين دول؟ اشمعنى البلاتينيوم والإيريديوم هم اللي عملنا بيهم الالوي اللي عملنا بيها الستاندرد يونت بتاعتها؟ قال لك لثلاث اسباب، اكتب معايا يلا. اول سبب ان الاتنين دول مع بعض كده ريجيد. مش بس كده، هنشرح طبعا كل جملة بالتفصيل. مش بس كده، دول كمان chemically inactive. مش بس كده، دول كمان not affected by change in temperature. يعني ايه يا مستر الكلام ده بقى؟ تعال نشوف. قال لك ريجيد عكس الاستيك. الاستيك يعني ممكن اتنيها. انا لو جبت مسطره مثلا 20 سنتي وتنيتها سنه كده، هل هتفضل المسافه من اولها لاخرها 20 سنتيمتر ولا هتقل؟ هتقل. انما لو جبت حاجه ريجيد ما تقدرش تتني، صلبه جدا ما تقدرش تتنيها، مش انا كده هضمن ان المسافه من اولها لاخرها تفضل 1 متر او 20 سنتيمتر، صح كده؟ يبقى كلمه ريجيد صلبه جدا ما بتتنيش، فمش هيحصل انحناء في المسافه ما بين اولها واخرها، عمره ما هيتغير. ده مش بس كده، دي كمان كيميكالي اناكتيف. عارفين لو انا جبت مثلا منشر او شباك حديد حطيته كده، ايه اللي ممكن يحصل عندي؟ يحصل له راستنج، صدى، صح كده؟ انما الالوي دي لا، دي كيميكالي اناكتيف. ما هو معنى كلمه راستنج عندكم في الكيمستري ان هو اتفاعل مع الاكسجين اللي موجود في الهواء، فابتدى يعمل اوكسايد، فابتدى يصدي، فابتدى يتاكل ويصغر، ابتدى يتاكل الطول يصغر والماس تصغر، صح كده؟ لا، انما انا هحط الوي من البلاتينيوم والإيريديوم، دي كيميكالي اناكتيف، مش هتتفاعل مع حد كده، ولا يحصل لها صدى ولا يحصل لها اي حاجه، فهتفضل محافظة على الماس بتاعتها ومحافظة كمان على اللينث بتاعها. عشان كده استخدمنا البلاتينيوم والإيريديوم. قال لك كمان مش بس كده، دي not affected by change in temperature. احنا عارفين ان الميتالز expand by heating contract by cooling، بتتمدد بالحرارة بتنكمش بالبرودة، حجمها بيقعد يكبر ويصغر حسب درجة الحرارة، صح؟ انما الالوي دي ولا هتكبر ولا هتصغر، هيفضل المقاس بتاعها ثابت، الماس بتاعتها ثابته، اللينث ثابت، فمش هتضايقني او مش هيتغير، فهضمن ان هي تفضل فعلا ستاندرد وثابته. غير كده هم كمان كانوا حافظينها عند قلنا 0 ديجري سيليزيوس. قال لك برضو التايم عملنا له ستاندرد تايم اللي هو ال1 سكند. اليوم كان فيه 24 اورز، الاور فيها 60 مينتس والمينت فيها 60 سكند. معنى كده ان انا لو عايز احسب اليوم فيه كام ثانيه، 24 hours by 60 by 60 هتطلع معايا 86,400 seconds. او لو عايز تحفظها نقص 2 8 6 4 وبعديها صفرين، 86,400 second. ده كده اللي موجود عدد الثواني في اليوم. طب لو عايز اعرف في الثانيه قد ايه من اليوم، شقلب على طول، يبقى 1 over الرقم اللي طلع لي 86,400، يبقى الثانية فيها الكلام ده من اليوم بتاعي. قال لك بس اليومين دول احنا بنستخدم حاجة اسمها سيزيوم او اتوميك كلوك، ساعة ذرية، لان هي هاي اكيوريسي، الدقة بتاعتها عالية جدا. ليه بستخدم الساعة الذرية دي؟ لو انت جبت انضف انواع الساعات اللي موجوده في العالم، السويسريه مثلا، والساعتين زي بعض بالظبط وظبطتهم وحطيت فيهم انضف حجر بالظبط، وحطيت الاتنين اللي جنب بعض لمده سنه مثلا، لازم تلاقي ساعه فرقت عن التانية على الاقل اجزاء من الثانيه. ليه بيحصل كده؟ لان هي شغاله بمكن وفي جواها فريكشن، احتكاك بيحصل والحديد بيخبط في بعض وهكذا، فلازم تفرق عن بعض. الاتنين عمرهم ما يفضلوا ماشيين مع بعض. قال لك لا، بس السيزيوم بقى او الاتوميك كلوك ما بيحصلش فيها الكلام ده. دي بنستخدمها اليومين دول عشان نحسب the duration of earth spin around itself، اللي هو طول اليوم، يعني ال 24 ساعة دوران الارض حوالين نفسها. بص بقى، and verifying a journey schedule of spaceship، لما بييجوا يعملوا الجدول الزمني بتاع سفن الفضاء والصواريخ والكلام ده. طبعا احنا عارفين ان الصاروخ ما ينفعش لما يجي ينزل في اي حتة، هو لازم ينزل فوق محيط،
فوق صحراء عشان ما يسببش مشاكل. زي مثلا من سنة او سنتين كان في صاروخ صيني كده عمال يلف حوالين الارض ومش عارفين هينزل فين، فالكوكب كله كان مرعوب، صح؟ انما انا عشان احسب هو ينزل فين لازم احسبه بالملي زي ما بنقول كده. ليه؟ عشان ابقى عارف هينزل فين بالظبط، مع حركة الارض، مع اتجاه الرياح، مع الكلام ده كله. هل الساعة العادية اللي ممكن تعمل لي ايرور دي ممكن اقيس بيها، ولا استخدم السيزيوم كلوك او الاتوميك كلوك هي اللي تقيسها لي بطريقة احسن؟ قال لي ده كمان تشيكينج ذا افيشن اند نافيجيشن بيستخدموها دلوقتي في الرحلات الجوية والبحرية عشان الدقة العالية بتاعتها. تعالى كده نشوف مع بعض اخر اسئلة في اخر صفحة عندنا. بيقول لي one of the physical quantity is the density and the measuring unit kilogram per cubic meter. تفتكر دي كده fundamental ولا derived؟ برافو عليك، ده اعتمدت على الماس كيلوجرام وعلى الفوليوم اللي هو كيوبيك متر. اكيد هتطلع فعلا معايا ايه؟ derived. If you know that the universe is estimated to be 14 billion years، billion اللي هو مليار يعني 12 صفر، old, what is the age of the universe in second؟ عايزنا نخليها بالسكند بدل ما هي 14 times 10 باور 12 years هخليها انا بالسكند. وقال لي ان السولار يير او السنه فيها 365.25 days، 365 يوم وربع. عمليه حسابيه عاديه هنعملها على الكالكوليتور. هي كام سنه؟ 14 بليون times 10 باور 12. السنه فيها كام يوم؟ 365.25. واحنا لسه قايلين اليوم كان فيه كام ثانيه؟ برافو عليك، 86400. ونعملها على الكالكوليتور عادي ونستنتج الناتج بتاعنا. اخر مساله معانا النهارده، السلندر اوف راديوس 5 سنتيمتر مديني الراديوس، هايت 20 سنتيمتر مديني الهايت، is made of iron of density 7800 كيلوغرام بير كيوبيك متر. عايز يحسب the volume of cylinder in cubic meter. طبعا زي ما قلنا في الحصة التأسيسية الفوليوم بتاع السلندر باي ار سكوير تايمز هايت، بس هو عايزها كيوبيك متر والراديوس والهايت الاتنين بالسنتيمتر. فانا عندي حاجة من الاتنين، لا اما احول السنتي للمتر في الاول، لا اما اجيب الفوليوم واحوله كله في الاخر. ايه رأيكم؟ ماشي، نحول السنتي في الاول. يبقى ادي باي الراديوس 5 سنتيمتر عشان احوله لمتر كنت بعمله تايمز 10 باور نيجاتيف 2، والراديوس سكوير، ما ننساش ان كل ده سكوير. الهايت قايل لي 20 سنتيمتر يعني 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. واطلع الحسابات بتاعتي كده، هي تطلع معايا دايركت بايه؟ كيوبيك متر. طب لو عايز الدنستي، عايز الماس بتاعت السلندر بالكيلو جرام، المثلث بتاع الدنستي طبعا هناخده ان شاء الله السنه الجايه، بيساوي ماس اوفر فوليوم. معنى كده ان الماس ايكوال density times volume. معايا هو عايزها بالكيلو جرام والدنستي كيلو جرام بير كيوبيك متر، يبقى لازم استخدم الفوليوم بالكيوبيك متر. هاخد الدنستي 7800 تايمز الرقم اللي طلع لي من هنا، يبقى هو دوت الماس بتاعتي بالكيلو جرام. وبكده نكون خلصنا الجزء الاولاني من الدرس الاول عندنا النهارده. الهوم ورك بتاعنا طبعا في كتاب الهوم ورك اول جزء كله هتلاقيه متقسم عندك على قد ما وصلنا بالظبط. اشوفكم ان شاء الله في الحصص الجايه. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.